الطبية نسهل فقط، لا نقرأ بالإبدال ياء، ما نقولش أيمة. لكن الحقيقة الوجهين موجودين في الطيبة، وإما سهل أو ابدل حط غنى حرم. الوجهين موجودين في الطيبة، إبدال ياء والتسهيل. فكيف نقرأ؟ فمولانا الشاطبي ذكر التسهيل فقط، وقال والنحو أبدله. الله أعلم النحو أبدله، يعني هذا مذهب النحويين نأخذ به ولا نتركه. لكن في الحقيقة الاثنين مقروء بهم، والعلماء قرأوا بالوجهين في الطيبة. فهنا جاءت التحريرات تحدد نعم نقرأ بالوجهين دول، وإما تنسهل أو ابدل لنافع ومكن وبصر. ففي النشر عول، هو موجود في كتاب النشر في الطيبة. فلماذا نترك الإبدال ياء؟ نقرأ يبقى الخلاصة نقرأ بالوجهين، وإن كان سيدنا الإمام الشاطبي ذكر وجها واحدا وهو التسهيل. ففي النشر عول يعني موجود هذان الوجهان في النشر. Bismillahirrahmanirrahim. A'immah ini kalau di matan Syatibiyah ahli sama itu hanya membaca dengan tashil. Nah, di sini disebutkan bahwa ahli sama yaitu Nafi', Ibnu Katsir dan Abu Amr membaca dengan dua wajah, yaitu tashil dan ibdal, yaitu a'immah dan ayimmah. Nah, ini sebagaimana disebutkan di dalam Thayyibatun Nashr. Jadi boleh dua wajah, tidak hanya satu saja. على كده يكون enggak murni Syatibiyah. Ditahrir, namanya ditahrir. على كده سيدنا يقول نمشي كده شوية. البيت 61 الباقي كده كله ممكن هو معروف يعني. وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز كسره والمد ما زال أعدل إذا أثر الهمز المغير قد بقي وما حذفه فالكسر كان مفضلا. يعني عندما نقرأ حرف مد قبل همز مغير يجوز كسره والمد ما زال أعدل. يعني نقرأ مثلا اللي قالون بالتسهيل هؤلاء إن مثلا نسهل الهمزة الأولى، نقدم المد ولا نقدم القصر؟ لا، نقدم المد عشان الهمزة موجودة، ولكن نحن نسهلها فقط، لكن الهمزة موجودة، يبقى نقدم المد. هذا هو كلام الشيخ. وحرف مد قبل همز مغير يتكسره والمد ما زال أعدل، ده كلام الإمام الشاطبي. إذا أثر الهمز المغير قد بقي وما حذفه فالقصر كان مفضلا. يبقى عند التسهيل نقدم المد، والمثل في قالون هؤلاء إن بعدين الكسر هؤلاء إن. طب إذا كنا نقرأ بأبي عمرو بالإسقاط الهمزة نقول هؤلاء إن نقدم القصر لأن الهمزة ليست موجودة. هؤلاء إن كنتم صادقين ثم المد هؤلاء إن كنتم صادقين. فالشيخ هنا يحدد لنا يقول إذا أثر الهمز المغير قد بقي يعني نقدم المد، وما حذفه إذا حذفنا الهمزة فالكسر كان مفضلا نقدم القصر. برضو فيها الوجهين. طب أخذنا الوجهين منين؟ نمد ونقصر سواء سهلنا أو سواء أسقطنا، لأن الإمام الشاطبي قال هذا وحرف مد قبل همز مغير يجوز كسره والمد. دي قاعدة عامة، كل من يغير الهمزة يجوز مد ويجوز قصر. كنا نقرأ القانون، كنا نقرأ لحمزة مثلا لو كفنا لحمزة إسرائيل نقدم مد ثم القصر، وهكذا كل من يغير الهمزة إذا وقف له إذا قرأ يعني بالتسهيل أو الإبدال أو الحذف له الوجهان. نقدم إيه؟ في التسهيل نقدم المد. طب في الحذف الهمزة نعمل إيه؟ نقدم القصر. Yaitu bait wa in harfu maddin qabla hamzin muhayyarin yajuz qasruhu wal maddu mazala a'dalah. Yaitu membahas tentang yaitu hamzatin fi kilmatin, dua hamzah dalam dua kalimah yang harokatnya sama, yaitu fathah-fathah, kasroh-kasroh, dhammah-dhammah. Nah, di sini dicontohkan di dalam kalau misalnya qalun haula'iin. Nah, qalun di sini membaca hamzah yang pertama dengan tashil, karena hamzahnya itu di situ disebutkan idza atharul hamzi al muhayyari qad baqi wa ma hadfihi fal qasru kana mufaddala. Jadi kalau athar hamzahnya al muhayyar itu masih ada, yaitu masih dibaca, maksudnya dibaca tashil, tidak hilang sama sekali, nah, ini kan, maka di sini idza atharul hamzi al muhayyar qad baqi ma hadfihi wal qasru kana mufaddala. Jadi di sini haulaiin. Nah, kalau berarti kalau dalam hal ini nih yang muqaddam itu adalah tawassut dulu kan, tawassut, baru kemudian qasr. Kalau isqat yaitu Abu Amr, bacanya Abu Amr, ini yang muqaddam ini adalah
qasar dulu baru tawassut, karena hamzahnya sudah hilang sama sekali karena isqat, dibuang. Nah, jadi intinya kalau ditashil yang muqaddam itu adalah tawassut dulu baru yang qasar, karena athar hamzahnya itu masih ada. Tapi kalau isqat ini yang muqaddam ini adalah qasar dulu baru tawassut. Nah, ini di Syatibiyah nggak dijelaskan seperti ini. Nah, jadi semuanya ada di sini insyaallah. بعد كده يذكر مولانا وفي هؤلاء إن مدها مع قصر ما تله امنع مسقطا لا مسهلة. يعني إيه؟ يعني عندما تقرأ بالتسهيل مثلا للمولانا قالون هؤلاء كده وجهين، وفي مد منفصل في الأول ها ومد ها، يبقى اجتمع 4 أوجه، قصر ها مع تسهيل مع مد وقصر، ومد ها مع تسهيل مع مد وقصر. في بعض العلماء يمنع إذا أنت تقرأ قصر تقرأ قصر ومد، هؤلاء يبقى قصر ومد، ثم تقرأ مد فقط، هؤلاء إن كنت بكم وجه؟ 3. لكن هنا التحريرات تجيز الوجه الرابع، وفي هؤلاء إن مدها مع قصر ما امنع مسقطا لا مسهلا، بمعنى تقرأ قصر ومد في المنفصل، تقرأ تسهيل مع مد وقصر، يبقى كله الأوجه 4 جائزة. عشان كده الشيخ هنا في التحريرات يقول لا مسهل، لكن يجوز هذا في الإسقاط زي في قراءة أبي عمرو. في قراءة أبي عمرو يبقى قصر إسقاط مع كسر ومد ثم مد فقط، يبقى امنع مسقطا لا مسهلة. لماذا؟ لأن الهمزة موجودة، فالهمزة لكن في الإسقاط الهمزة مش موجودة، فكأنها منوية، كأن الهمزة موجودة، وقالون يقرأ بالقصر والتوسط، والهمزة كأنها موجودة بالقصر والتوسط أيضا. ففي الإسقاط نمنع لكن لا نمنع في التسهيل. 3 أوجه فقط لأبي عمرو في الإسقاط، أما في التسهيل كله جائز، كله جائز. يعني قيل يعني 3 أوجه برضه يعني. وقيل 3 أوجه فقط، لكن التحريرات هنا توضح أن ال4 جائزين. Di sini menjelaskan yaitu dalam kalimat haula'i in kuntum shadiqin. Di situ ada mad munfasil yaitu di ha'u. Ha'u, ha ini kan, ha ini kan haknya ha litambih. Sehingga menjadi menjadi ha menjadi mad mad jaiz munfasil. Kemudian di situ ada 2 hamzah dalam 2 kalimah. Qalun beliau membaca dengan tashil hamzah yang pertama. Nah, yang dalam hal ini ulama di sini ada 2 pendapat. Tapi dalam kitab ini, dalam tahrirat ini diperbolehkan 4 wajah. Yaitu apa? Ketika qasr munfasil, la'inya ini boleh 2 wajah. Yaitu apa? Tawassut dan qasr. Ketika dibaca tawassutul munfasil, ha'unya dibaca tawassut, la'inya juga boleh 2 wajah. Tapi boleh juga, ada juga yang berpendapat bahwa ketika tawassut ha'u, la'inya itu hanya tawassut saja. Tapi yang di sini boleh 4-4-nya. Yang enggak boleh itu ketika isqat. Itu Abu Amr. Ketika isqat haula in kuntum, ketika ha'unya dibaca qasar, itu si Duri Abu Amr, la'inya ini boleh 2 wajah. Ya biasa tadi itu qasar dan tawassut. Ketika ha'unya mad jaiz munfasilnya dibaca dengan tawassut, la'inya ini hanya tawassut saja. Itu ketika isqat. Bisa dipaham ya? Ada pertanyaan? Huwa biyas'al an limadha ha'u ha litambih. Huna yani yusal yani ha'u yani fi rasm يعني منفصل موصول. أيوة في الرسم يعني مع بعض يعني ليس كلمة واحدة يعني آه. ليس ها وحده أولئك وحده يسموه ده بقى منفصل حكما. يعني منفصل حكما يعني الحكم مد منفصل لكن متصل في الرسم لكن حكمها مد منفصل فبيسموه متصل حكما لكن منفصل حكما حكمها المد منفصل وإن كانت مرسومة كلمة واحدة زي يا أيها مرسومة كلمة واحدة لكن نحن نقرأها يا أيها مد منفصل. Munfasil hukman. Munfasil hukman. Secara hukum itu mad jaiz munfasil. Mislu ya Adam. يا آدم مكتوبة كلمة واحدة لكن نحن نقرأها مد منفصل. نعم. يا
خلاص. ناخد حاجة كمان. يقول مولانا: وبارئكم فهم فقط عند صالح فقد عرض التسكير الحق فاقبله. يعني ايه؟ فتوبوا الى بارئكم، هذه همزة ساكنة، ذلكم خير لكم عند بارئكم. المفروض السوسي يبدلها لانها همزة ساكنة، ويبدل السوسي كل مسكن من همز مد، المفروض السوسي يبدلها، لكن لا يبدلها. لماذا لا يبدلها؟ لو هو ابدلها هتبقى باريكم، هتبقى ايه؟ باريكم. باريكم بالياء. طب الباري ده معناه التراب، يعني المعنى مختلف. حاجة كمان، فشيخنا هنا قال السوسي عنده في قراءته بارئكم همزة عارضة ليس حقيقية. شوف، فقد عرض التسكين للحق فاقبل، هذا السكون عارض. فتوبوا إلى بارئكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. طب إيه؟ فهذا السكون عارض ليس أصلي في الكلمة، سكون عارض ليس أصلي، فلذلك الإمام السوسي لا يبدلها. شوف هنا كمان الشيخ هنا يذكر برضك معلومة، يقول إيه؟ يقول مولانا الشاطبي في باب الهمز المفرد: وقال ابن غلبون بياء تبدل، وقال ابن غلبون بياء تبدل، يشير به لقول ابي الحسن طاهر بن غلبون ان السوسي بترك الهمزه بارئكم، وقال ابن غلبون بياء تبدل، يعني لا ناخذ بهذا فلا يقرا به لانه ضعيف. نبدل الهمزه ياء ونقرا بها، هذا لا يجوز لانها تتغير المعنى. شوف ابن غلبون بص يقول: واذا كان يشبه ان يكون من البرى وهو التراب، يعني تغير معناها. توبوا الى خالقكم، الى خالقكم، يعني يتغير المعنى، ولذلك السوسي لا يبدلها. طب الهمزه لماذا لا يبدلها؟ عارضه ليست اصليه، سكونها عارض. حتى الهمزه وحده مكسور يعني عارض. سكون همزه عارضه، عارضه ليس اصليه في الكلمه. بارئكم، يعني بارئكم فتوبوا الى بارئكم, kan ini bari'ikum, ini bari'ikum. Dalam riwayat Susi di sini dibaca dengan hamzahnya dibaca dengan sukun. Ini kenapa tidak boleh dibaca dengan ibdal, padahal ini hamzah bersukun. Seharusnya kalau sesuai dengan kaidah ini bari'ikum. Ini tidak boleh. Shalih di sini adalah Imam Susi. Ini yang pertama karena ada dua alasan. Yang pertama, kalau dibaca dengan bari'ikum ini maknanya turab. Bertobatlah kalian kepada debu, turab gitu kan. Fatubu ila barikum fataba alaikum, kan. Terus yang kedua, hamzahnya ini arid, baru. Hamzahnya ini baru, tidak asli. Hamzahnya ini tidak asli. Faqad arada at-taskinu lil haqqi faqbalah. Ili arid wa sukun wala hamzah. Sukunil hamzah, sukunil hamzah, bukan hamzahnya. Sukunil hamzah. Sukun hamzahnya ini yang baru. Sehingga tidak boleh diibdal. Kalau sukunnya hamzah itu asli, ini boleh diibdal. Kalau tidak asli, ini nggak boleh diibdal. Ada sababus sukun limada ya Maulana? Huwa biasal. Sababus sukun limada yusakkan huna fil hamzah. Allah alam ده بتوبوا إلى بارئكم. الله أعلم مسكن يعني إيه في الإعراب دي، عايزة إعراب تقريبا إيه. فتوبوا أنتم إلى بارئكم. الله أعلم دي مجزومة يعني بالسكون تقريبا، والله أعلم. ده اسم يا اسم نعم. اسم نعم. ماشي. يعني رواية. ممنوع الإبدال. Itu menurut Imam Ibnu Khalbun tadi disebutkan, tapi pendapat itu dhaif. Ya. Di mana? Di Syatibiyah, ya. Ya, la. لا يوجد ولا في الشطبية ولا في الطيبة، كله ممنوع. يؤاخذكم به ممنوع البدل نهائيا، لا في الشطبية ولا في الطيبة.
الطيبة ما فيش. منين؟ Dari mana? هات. Dari Barokat. Ya. Oh iya. Itu pernah ini saya kritik itu, Mas. Itu risalah magister saya itu, yaitu itu sudah saya sampaikan itu, iya. Itu mungkin ada kekeliruan. Jadi mungkin bisa jadi yang dhaif itu ya. Ya itu memang saya ketika di risalah saya itu saya komentari la ahad yaqra bihadhihi al-qiraah. Ini. وامنع يؤاخذ بعاد الأولى وخلف آلان وإسرائيل، هذا كلام الطيبة. وامنع يؤاخذ ممنوع. نعم. وامنع يؤاخذ يعني ده ذكر الإمام ابن الجزر في الطيبة، ممنوع خالص لا في الشطبية ولا في الطيبة، ممنوع قولا واحدا. Enggak boleh. ممنوع. بعاد الأولى وخلف آلان. Ya. Ya dhaif ya boleh-boleh saja. Tapi kan dhaif, kan. Ya maksudnya ya boleh, boleh. Nadir ya, nadir. Yani enggak ada. Di kubro suhro enggak ada. Enggak ada. Mafish. Ada في الطيبة. مفيش حد يمد يؤاخذ. Qiraah syadzah. بعد كده يكون مولانا وحرك الورش كل ساكن آخر سوى حرف مد واحذف الهمزة مسهلة. فشيخنا يقول نقل معروف بتاع ورش، لكن إذا تب حرف مد مثلا قالوا واو ساكنة آمنا، ممكن نقول قالوا وامنا، لا ننقل الورش إلا الحرف المد، لا ننقل في مولش قالوا وامنا، لا قالوا آمنا، محافظة على المد. فمولانا ورش يقرأ بالنقل إلا حرف المد لا ينقل في حرف المد. ما يقولش قالوا وامنا. أيوه. Itu babun naql. Dalam riwayat Warash itu ketika ada hamzah berharokat sebelumnya berupa huruf sahih yang sukun. Nah, ini dalam dua kalimat atau al ini dibaca dengan naql. Kecuali kalau sebelum hamzah yang berharokat tadi itu berupa huruf mad. Contohnya qalu amanna. Itu kan wawunya sukun, setelah itu ada hamzah. Ini enggak boleh dibaca naql, enggak boleh dibaca qalu wa manna, enggak boleh. Tetap dibaca dengan mad jaiz munfasil yaitu 6 harokat. Itu naql dalam riwayat Warsh. Beda lagi kalau belajar qiraah asyarah kubro, qalu wa manna dibaca naql. Wah, pokoknya kalau dikira kubro itu semuanya boleh, apa aja boleh. Nah, jadi nggak bisa menyalahkan. Oh ini imamnya nih nggak bener nih, padahal dia bacanya pakai kubro. Kamu aja yang nggak tahu gitu kan. Yani qalu amanna fil kubro yajuz. يجوز وقفا لحمزة. أيوة وقفا لحمزة. وقفا لحمزة. أما ورش ما فيش ولا كبر ولا صغرى. نعم. طيب بعد كده مولانا يقول ولا نقل في ميم الجم لحمزة بل الوقف حكم الوصل فيما تنقله. يعني أنت تقرأ في حمزة بالوقف تقرأ بالنقل خلق السماوات والأرض مثلا مناما تقرأ بالنقل. طب إذا كان ميم جمع مثل عليكم أنفسكم نقل بالنقل عليكم أنفسكم لا، ولا نقل في ميم الجمع لحمزة بل الوقف حكم الوصل فيما تنقله. لا يقرأ. لماذا طيب؟ لماذا لا نقرأ بالنقل في ميم الجمع؟ يتغير المعنى. تقول عليكم أنفسكم تبقى عاملة زي شبه المثنى عليكم أنفسكم، يتغير المعنى. يبقى مولانا يقف على ميم الجمع إما بالسكت وإما بالتحقيق فقط، لكن لا يقرأ بالنقل. هذا معنى البيت يعني. ولا نقل في ميم الجمع لحمزة. Selanjutnya beliau menjelaskan yaitu ketika ada mim jamak bertemu dengan hamzah. Ini dalam riwayat Warosh ini enggak boleh dibaca dengan naql. Dibacanya dengan silah. Silatu mimil jamak. Jadi yang boleh dibaca naql itu kalau ada hamzah yang berharokat sebelumnya berupa huruf sahih. Itu selain Yaitu selain mim jamak dan huruf mad. Itu tadi selain mim jamak dan huruf mad. Jadi kalau ada mim jamak setelahnya itu berupa hamzah, ini hanya dibaca dengan silah, yaitu menjadi mad jaiz munfasil 6 harokat. Kenapa? Sebab kalau dibaca dengan naql itu akan merubah makna.
alaikuma fusakum. Jadi seolah-olah itu alaikuma menjadi dua. Warsh. Kita membahas warsh. Ini beliau mungkin di luar itu mungkin. si harfi madin wahdhifil hamzah musila. Wala naqla fi iya. Hah? Mim ketika man aman ya 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 maksudnya Imam Hamzah ketika waqaf di mim jama maksudnya di apa namanya mafsul tapi berupa mim jama gitu ya. Nah, ini nggak boleh dinakal. Nggak boleh dinakal. Bahkan waras juga nggak boleh. Nggak ada nakal lah. Intinya mim jama itu nggak ada nakal. Nah, ini adanya itu silah atau tahqiq atau saktah. Ayo. بعد كده مولانا يقول بسم الله الرحمن الرحيم وفي قلب نقل كيف اسكت لساكت عليه وعند التاركين له انقله يعني ايه رقم البيت رقم 67 حكم ما في الإمالة سبعة قلب النقل 67 هو بعد على طول احنا مستمرين وفي في قلب نقل نعم يعني هنا شيخنا يذكر ايه انت تقف على الارض تقف على برهنتي ارض انسان مثلا المفروض يعني تقف بالنقل والسكت والتحقيق هذا مطلق لا اذا انت كنت تقرأ بالسكت تقف نقل وسكت وفي بنقل كف اسكت لساكت يعني انت تقرأ بالسكت تقف نقل وسكت مثلا والأنسي بالأنسي بالأنسي هذا معنى كلام الشيخ تقرأ بالسكت تقف نقل وسكت لا تقرأ بالسكت زي خلاد مثلا وعند التاركين لهم كلى تترك السكت يبقى تقرأ بالنقل فقط مثلا والأنسي بالأنسي فقط يبقى إذا تقرأ بالسكت تقف نقل وسكت هذا بدون سكت تقف بالنقل فقط هذا معنى البيت وفي قلب نقل كف وفي قلب نقل كف تقف بالنقل وسكت والسكت أيضا متى لساكتين إذا كنت تقرأ بالسكت وعند التاركين أنت تترك السكت يبقى له كل نقل فقط ده في ايه في كلام في الانسان الارض الاخره اذا تكتب بالارض غير المفصول مثلا ايه عذاب اليم ماذا نصنع ناخد ده اولا ini membahas riwayat Imam Hamzah yaitu Khalaf dan Khalad yaitu ketika ada mausul dan mafsul tapi yang dibahas dulu ini adalah mausul itu seperti al-ard itu kan al-unsa itu kan al-unsa bil unsa misalnya tadi dicontohkan oleh beliau yaitu ketika al-unsa bil unsa yang pertama itu saktah ketika waqaf bil unsa itu di waqafnya dengan nakal dan saktah ketika al-unsanya ini tahqiq waqaf di bil unsa ini nakal saja berarti ini bacaan siapa kalau tahqiq siapa Khalad boleh itu ya boleh betul itu sesuai dengan kubro nggak boleh nyalahkan Baitul Barokat itu semuanya benar makanya saya ketika ngeritik nggak berani itu sebenarnya karena alhamdulillah sudah belajar kubro itu kan jadi sudah belajar kubro yani ayo haga fi kubro yani guys صحيح طيب إذا كنا نقف على مثل مفصول عذاب أليم يبقى أنت تارك السكت بدون سكت تقف نقل وتحقيق يبقى مثل إيه ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم بدون سكت يبقى نقل وتحقيق وحتى في بيت كده ذكروا الإمام المتولي بس تقريبا هو موجود في إتحاف الأنام هنجده في إتحاف الأنام وفي انفصال كيف اسكت
كيف انقل اسكت لساكت وعن غيره نقل وتحقيق نعمله. يعني إذا كنا نقرأ بدون سكت نقل وتحقيق، إذا كنا نقرأ بالسكت زي قال تماما نقرأ بالسكت يبقى نقف نقل وسكت، نقف نقل وسكت. مثلا نقرأ خلق السماوات والأرض كده قرأنا بالسكت، تقف مثلا عذاب أليم، عذاب أليم، يبقى نقرأ بالسكت نقف نقل وسكت. طب نقرأ بدون سكت، مثلا خلق السماوات والأرض بالحق كده بدون سكت نقف نقل وتحقيق، عذاب أليم، عذاب أليم، يبقى بدون سكت نقل وتحقيق، سكت نقل وسكت. والبيت ده هناخده في إتحاف الأنام، هو جاي في إتحاف الأنام. Jadi kalau misalnya ada mausul, kemudian waqaf di mafsul, ya, iya kan? Mausul, waqaf di mafsul. Ketika mausulnya dibaca dengan saktah, waqaf di mafsul, itu apa? Nakal dan apa? Ketika dibaca saktah, nakal dan apa? Dah dibaca tahqiq dulu. Al-ardnya misal al-ard waqaf di azabun alim. Al-ard dibaca tahqiq. Waqaf di azabun alim, nakal dan apa? Tahqiq. Nah, sekarang al-ard dibaca saktah. Nakal, tahqiq dan saktah. Nakal, tahqiq dan nakal, tahqiq dan saktah itu iya kholaf. Ini apa namanya, satu pendapat, maksudnya salah satu pendapat. Nah, pendapat yang lain yang dipraktekkan oleh beliau, dipraktekkan oleh beliau itu ketika saktah di al-ard, waqaf di azabun alim, itu nakal dan saktah saja. Tapi tahqiq juga boleh. Itu di sini. Ada di sini, di Al-Wafi itu ada. Seperti itu. Tapi beliau mempraktekkan yang itu. Itu juga, intinya boleh lah semuanya gitu. Gus Maki senang, semuanya boleh. نبدأ وتبدأ بهمز الوصل في النقل كلية وإن كنت معتدا بعارضه فلا. وفي نحو لنا ابدأ بهمز مثلثا فإن تبتدي باللام فالقصر أعمله. يعني أنت تقرأ تبدأ بكلمة الآخرة، إما تبدأ بهمزة الوصل الآخرة ورش ينقل. طب إذا تبدأ بهمز الوصل في النقل كله، كل من يقرأ بالنقل، ورش، حمزة، أي واحد يقرأ بالنقل. إذا تبدأ بهمز الوصل الآخرة، الإنسان، الأرض، تبدأ بهمز الوصل. وإن كنت معتدا بعارضه فلا. يعني إيه؟ يعني كده مثلا يبقى نبدأ بهمز الوصل، ننقل الفتحة هنا ونحذف الهمزة، يبقى الآخرة. أو تبدأ دي همزة الوصل دي أتينا بها عشان كان هنا ساكن. طب إنها تحركت بالفتحة، لا نحتاج همزة الوصل، لأن همزة الوصل يؤتى بها عشان الساكن اللي بعدها حتى نعرف نقرأ الساكن اللي بعدها. طب دلوقتي ورش نقل بقت اللام مفتوحة، يبقى مش محتاجين همزة الوصل دي. وإن كنت معتدا بعارضه فلا تبدأ بهمزة الوصل. يعني تقول كده لا خيرة، لا فتحة، لا خيرة. الإنسان، الإنسان، أين همزة الوصل؟ لا نحتاج إليه. لماذا؟ لأن هنا أصبح مفتوح. الإنسان بالكسرة، الإنسان. الآخرة، الآخرة. يبقى نبدأ بهمز الوصل الآخرة على الأصل كانت لام ساكنة، يبقى نبدأ بهمز الوصل. طب الآن ورش ينكل يقول الآخرة، أين السكون؟ احنا بنقول الآخرة ما فيش سكون، يبقى نجيب همز الوصل ليه؟ لا نحتاج إليها، لأن نأتي بها عشان بعدها ساكن نعرف نقرأ الساكن الذي بعدها. الآن أصبحت لما نقلنا أصبحت هنا فتحة، الإنسان أصبحت هنا فتحة، يبقى لا نحتاج إلى همزة الوصل، فنبدأ باللام مباشرة. الإنسان، الأرض، الآخرة،
طب دي نقطة واضح كده النقطة دي. كيف نصنع بالبدل؟ مثل الآخرة دي هنقول الآخرة، ألا 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 خرة، هذا مد بدل صح؟ بدل. وتبدأ بهمز الوصل في لك إن كنت معتد معرفة له، وإن تبدأ بالأصل همزا مثلثا، يعني إذا كنا نبدأ بهمز الوصل يبقى لنا ثلاث البدل هكذا، الآخرة الآخرة الآخرة. نبدأ بهمز الوصل يجوز في البدل. طب نبدأ دي بدون همزة الوصل، فين البدل؟ مفيش. الإنسان بدون مد بدل. عشان كده شيخنا هو يذكر هذا في التحريرات. شوف يقول إيه؟ ماذا يقول شيخنا؟ وفي نحو لانا يعني إيه؟ مش الآن بعنا وأمثالها تبدأ بهمز مثلثا. إذا تبدأ بهمز الوصل تبدأ بثلاثة البدل. فإن تبتدي باللام زي الإنسان لآخر فالقصر أعملا، تقصر فقط ولا تمد البدلات. فهنا شيخنا يبقى إذا كنا ننقل وفي مد بدل، إذا بدأنا بهمز الوصل لنا ثلاثة البدل، الآخرة 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 2 4 6. إذا نبدأ باللام لا يوجد مد بدل إلا قصر فقط. الإنسان الآخرة. أيوة. نجي كلمة بقى في حفص، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. هو حفص ينكل وكل قراء العشرة ينكلون. بئس الاسم الفسوق، هي أصلها بئس الاسم، يعني هي أصلها كانت كده الاسم صح، الاسم هي هكذا كل قراء ينكلون. يبقى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، كله ينكل حتى ورش حتى حفص. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. إيه؟ بئس الاسم، أيوة هذا همز وصل ماشي. بئس الاسم لما نقلنا بئس الاسم، هي أصلها بئس الاسم الاسم، يعني هنا السكون وهنا همزة في أهي مكتوبة كده. بئس الاسم همزة كسرة معلش. بئس الاسم بئس الاسم الفسوق. يبقى هذا سكون ودي كسر ننكل كده، يبقى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يبقى ورش وكل قراء ينكلون في هذه الكلمة. طب إذا نبدأ نعمل إيه؟ إذا نبدأ زي ما كنا نبدأ لورش، يبقى إذا وصلنا بالنقل في كل قراء العشرة حتى مولانا حفص بئس الاسم الفسوق بعد. إذا نبدأ زي هنا، إما نبدأ بهمز الوصل وإما نبدأ باللام مباشرة. الاسم هذا همزة وصل، الاسم أو الاسم، عشان دي كسرة هنا في كسرة يبقى بئس الاسم الاسم أو الاسم. نبدأ يبقى إذا كنا نبدأ ممكن نبدأ بهمز الوصل كما قلنا في ورش، أو نبدأ باللام مباشرة ونسكت همزة الوصل ونبدأ باللام مباشرة. هذا كل قراء العشرة هنقول إيه؟ الاسم الاسم. وإذا وصلنا كل قراء العشرة بالنقل بئس الاسم الفسوق بعد. الشيخ قال هذا الكلام، بس ماذا يقول شيخنا هنا؟ يقول إيه؟ وفي بئس الاسم ابدأ بأل. في بئس ابدأ بأل الاسم أو بلامه الاسم. يبقى ابدأ إيه؟ بأل الاسم، أو تبدأ باللام مباشرة الاسم. فقد صحح الوجهين في النشر للملا. قد صحح الوجهين في كتاب النشر مولانا ابن الجزري للملا لكل القراء كلهم. تفضل. الآخرة نبدأ الآخرة يجوز الآخرة ويجوز تبدأ بهمز الوصل. يجوز وجهين. ما تبدأ حتى المولى الشاطبي كان يقول كده، وتبدأ بهمز الوصل في النقل الكلي وإن كنت معتدا بعارضه فلا. يعني النهج يبدأ باللام مباشرة. أيوة نادر لكن يجوز الوجهين. طب إذا نبدأ بهمز الوصل لك ثلاثة البدل. طب إذا تبدأ باللام لا تقرأ مد بدل، ما فيش بدل. لا آخرة بس كده. الإنسان الأرض. Dalam riwayat Warash itu dalam babun naql, babun naqli seperti al-akhirah, al-insan, al-ard, ini kan. Ini ketika
ibtidak di al-akhirah atau al-insan atau al-ard itu boleh dua wajah. Itu yang pertama itu adalah dengan mendatangkan hamzah wasal. Kalau mendatangkan hamzah wasal berarti al-insan, al-ard atau al-akhirah. Boleh juga linsan. Hal ata 'ala linsan. Boleh linsan. Hal ata 'ala insani hinu min ad-dahri. Hal ata 'ala insan misalnya masuk wakaf di ala itu ya. Lucu gitu ya. Nah, misalnya lah ada contoh yang lain misalnya apa yang dimulai dari al misalnya itu boleh dimulai dari linsan, tapi ini nadir, jarang lah, tapi boleh. Nah, sehingga ketika kebetulan kalau setelah al itu ada mad badal, kemudian memulai dari lamnya lakhirah, ini badalnya hilang. Tapi kalau memulai dari hamzah wasal alakhirah, ini mad badalnya tetap. Nah, tidak boleh dibuang. Terus bisa dipaham ya? Nah, ini nadir, jarang biasanya kalau mulai dari linsan atau alarud larud itu kan. Tapi boleh ya, apa namanya? Menghemat gitu, menghemat suara misalnya. Terus bi'salismu. Nah, bi'salismu semua qurra ini membaca dengan nakal. Nah, ketika memulai dari al-ismu ini juga boleh dua wajah. Nah, ini semua qurra nih, semua qurra. Al-ismu sama lismu. Nah, ini boleh semuanya boleh. Al-ismu alif yang setelah al itu hamzah wasal, bukan hamzah qata, hamzah wasal. Makanya di situ dinakal. Nah, dinakal. Yang dinakal apa ya? Hah? Yang dinakal apa ya? Al Kan hamzahnya ismu kan hamzah wasal. lah iya, ini makanya apa namanya? Wa bias al maulana. Al ismu. Al misu nahnu nunqil yani wa aslan al ismu. هي أصل الكلمة الاسم. الاسم. فاحنا نقرأ والهمزة الاسم. والهمزة في الاسم يعني هو همزة الوصل. همزة وصل. نعم. واللام ساكنة وبعدها همزة قطع. يبقى اي هي همزة مكسورة. يبقى همزة وصل لام ساكنة همزة مكسورة. الاسم زي الإنسان. الإنسان. مش كده ولا katanya hamzah qata. يعني هو الاسم يعني زي اسم. الإنسان بالضبط تماما زي كلمة الإنسان. لا الإنسان اسم الإنسان. هذا الهمزة همزة في قبل اللي في السين الأول دي يعني إيه؟ هذا همزة الوصل ولا همزة القطع يعني همزة وصل الأول دي همزة وصل. نعم هي دي همزة وصل. نعم. وبعدين لام ساكنة وبعدين همزة قطع مكسورة. يبقى الاسم. إما نبدأ بهمزة الوصل الاسم أو نبدأ باللام مباشرة الاسم. Iya. Nanti dicari di kitab-kitab itu. أيوه. Nah, al ismu. Nah, ada yang bisa menjawab nih ahli lughah. Itu apa namanya? Ya nanti di buku apa? Khosotan. Kalau yang ada kan asakin itu, aplikasi. Ya. Halnya. Oh ya betul ya. Iya, bukan nakal memang, iya. Lil tiqa isakinen. Sukun yang pertama itu di lam, yang kedua itu hamzah wasal. Iya kan? Iya kan? Ah ya, alhamdulillah. Allah yaftah alaik. Bravo alaik kata orang Mesir. Wa yujib al-mushkilah ya Maulana. Yani syuf al-ism yani hamzah qabla sin, hada hamzatul wasl. Hamzatul wasl daiman sakinah. Wa lam sakin. Limadha nahnu nuksir bil kasrah fil lam liltiqa'is sakinain. Al-ismu hakadha. Naam. Hada fi i'rabil Quran. Allahu akbar. شوف هنا شيخنا يقول ايه بيت 72 72 وادغم لها 72 نقله
وأنزل بسكت مسكنا يا أخ العلا وأدغم له ها مالية عند نقله وأنزل بسكت مسكنا يا أخ العلا. يعني إيه؟ أنت تقرأ سورة الحقة كتابية إني، تقرأ مثلا بالنقل أو بتقرأ بالتحقيق كتابية إني. ليه تقرأ بالتحقيق؟ في بعض العلماء يمنع النقل في هاء السكت، لأن دي هاء سكت، كتابية هاء سكت، فهاء السكت لا ننقل فيها. وفي البعض يجيز. طب إذا كنا نقرأ كتابية إني بالنقل وبعدين نقرأ ما أغنى عني مالية هلك، هاء وهاء مثلين صغير، هذه مالية هلك يجوز فيها وجهين، يجوز الإدغام ويجوز السكت لكل قراء العشرة. هكذا ما أغنى عني مالية هلك عني، كل قراء العشرة بالإدغام، أو كل قراء العشرة بسكتة لطيفة حركة واحدة، ما أغنى عني مالية هلك عني. طب ورش إذا كان يقرأ بالنقل يدغم ولا يظهر؟ فهنا شيخنا في التحريرات يحدد يقول وأدغم له ها مالي عند نقله. يبقى إذا أنت تقرأ بالنقل تدغم. مثل كتابية هني، أنا أقرأ بالنقل كتابية هني، بقرأ بالإدغام ما أغنى عني مالي هلك عني فقط. يبقى إذا تقرأ نقل إدغام فقط. طب لا تقرأ بالنقل، تقرأ بالسكتة. مثل كتابية إني بدون نقل، تقرأ ما أغنى عني مالية هلك عني. يبقى الإدغام خاص بالنقل والسكتة خاص بعدم النقل. طب ولماذا لا ننقل؟ لأن دي هاء سكت، وبعض العلماء لا يجيزين النقل في هاء السكت، لأن هاء سكت ليس يعني ساكن أصلي. الله ده معنى البيت يعني عند النقل يعني في عند النقل إدغام فقط. نعم إدغام فقط. وعند عدم النقل سكت فقط. أشوف وأزهر بسكت مسكنا يا أخ العلا. Paham ya? Fahim, khalas. Yani di dalam ayat yaitu ma'auhna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Yani ma'auhna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Di situ semua qurra itu membacanya dengan dua wajah, yaitu dengan idham dan juga dengan saktah. Dengan idham dan dengan saktah. Nah, ini dalam riwayat Warsh wa adhim lahu ha maliyah inda naqlihi wa adhir bisakti muskinan ya akhul ula. Ini. Jadi ketika ketika idham itu nakal ya. Itu di tadi? Ayat apa tadi yang nakal ini nanti kitabiah ini, kitabiah ini. Jadi ketika ma'afna anni maliyah halaka di kitabiah ini dinakal. Ketika ma'afna anni maliyah halaka dibaca sakt, maka di kitabiah ini dibaca tahqiq, ya kan? Dibaca apa? Tahqiq. Betul enggak? Iya seperti itu. ممكن ننقل إلى البيت 80 بيت 80 هو في الراء ورش بين وفي أرقام وزوات الليل الخلف جملة 80 أيوة وفي الراء ورش بين وفي أرقام وزوات الليل الخلف جملة. ده كلام الإمام الشاطبي البيت الأول ده. ودع عنه هذا الجديد ودع عنه تقليلا بقصر كآمنه سعادا الأولى ولا نحصله وقلل مع التوسيط وافتح وقللا بمد ورؤوس الآي عنه فقلله فقط عند سلطان وجين خذ له بما بها غير زرة فقلله. يعني إيه؟ يعني مولانا ورش يقلل ذوات الراء مثل النير دي قولا واحدا معروفة وكلمة واحدة ذات راء له الوجهين وفي أركهم بالوجهين. ودي الكلمة الوحيدة ذات راء ويقللها ورش بالخلف. وفي أركهم وزوات له الخلف الوحيدة من زوات الراء وورش له فيها الوجهين التقليل وعدمه أركهم دي ولو أركهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر في سورة الأنفال. يعني يقول ولو أركهم ولو أريكهم بالتقليل وبعدم التقليل. طيب يترتب على هذا يعني ودع عنه تقليلا بقصر كآمنوا. يعني أنت تقرأ بالتقليل لا تقرأ بقصر البدل
التقليل ممنوع عليه قصر البدل. يعني تقول آمنوا كده كسرت البدل، لا تقلل. ودع عنه تقليلا بقصر، يبقى تقرأ بقصر البدل ممنوع التقليل، ممنوع على قصر البدل. سوى عادا الأولى ولنا فحصلة. عادا الأولى ممكن تقرأ بقصر البدل وتقللها. كذلك كلمة الآن تقرأ بقصر البدل وتقلل أيضا. يبقى ممنوع تقليل على قصر البدل إلا كلمتين. لماذا؟ مثلا عادل الأولى ده في رؤوس الآية ال11 هو يقللها قولا واحدا رؤوس الآيات، فلازم يقللها. يبقى إذا كسر البدل، إذا مد البدل، إذا أشبع البدل، يقلل عادل الأولى لأنها في السورة ال11 الذي يقللها قولا واحدا. فبأي آلاء ربك، أنا كده كسرت البدل، ممكن أقول عاد الأولى، يبقى أنا قللت مع قصر البدل، يجوز هذا لأن متفق على تقليل عاد الأولى دي قولا واحدا في سورة النجم، لأن كل السورة بنقللها قولا واحدا. كذلك الآن أنا هقرأ مثلا بقصر البدل في الآن، لان ده مد بدل برضو يجوز عليه التقليل. يبقى كل قصر بدل ممنوع التقليل إلا عادا الأولى والآن، يجوز هذا. ماشي. Jadi walau arakahum katsirul lafashiltum wa latanaza'tum, tadi di dalam ayat tersebut arakahum zawatur ra dalam riwayat Warsh itu boleh dibaca dengan dua wajah, yaitu fathah dan taklil. Ketika membaca, ketika sebelumnya atau setelahnya itu ada badal, ini arakahum di sini tidak boleh membaca dengan taklil, qasr badal enggak boleh dibaca dengan taklil. Nah, ini dibaca dengan apa? Dengan fathah saja. Nah, jadi meskipun arakahum di situ ada dua wajah punya Warsh, ketika mad badalnya dibaca dengan qasr arakahum, di sini tidak boleh taklil. Nah, berarti ya taklilnya ikuti kita tawassut dan isba'. Itu. بعد كده اذكر مولانا يقول وقلل مع التوسيط، وقلل مع التوسيط وافتح وقللا بمد. يعني أنت تقرأ بتوسط البدل، وقلل تقلل فقط. يعني أنا أقرأ مثلا إيه الذين آمنوا كده وسطت البدل، لا يوجد إلا تقليل فقط. وإذ قال موسى، حتى نحن نقرأ والإمام الحصري يقرأ في قراءة ورش يوسط البدل ويقلل كل القرآن. يبقى لا يجوز التقليل إلا مع التوسط. يبقى إذا قرأنا بقصر البدل ممنوع تقليل، إذا قرأنا بتوسط البدل لازم تقليل. طب إذا مددنا البدل الاثنين تمام كده، يبقى قصر فتح فقط وتوسط تقليل فقط، مد الوجهين زي ما انت تقدم تأخر هي بس اللي شغل دماغه. تقدم البدل تأخر البدل هي بس شغل دماغك بس كده. Beliau menjelaskan ketika ada zawatul ya bertemu dengan badal. Ini ketika badalnya dibaca dengan qasr, zawatulnya dibaca dengan fathah. Ketika dibaca dengan tawassut, mad badalnya zawatulnya dibaca dengan taklil. Ketika dibaca dengan isba', ini zawatul ya-nya dibaca dengan yaitu dua wajah, yaitu fathah dan taklil. Begitu juga dibalik misalnya, itu sama saja 4 wajah. Nah, kata beliau tinggal otaknya diputar saja katanya. Syagil dimag. Itu apa namanya? Dalam mad badal bertemu dengan zawatul ya. Kalau dikubur semuanya boleh. Semuanya boleh. Jadi nggak usah mikir itu. Semuanya boleh. خلاص دي. طب بعد كده يقول ايه مولانا؟ يقول وافتح قلم مد ورؤوس الآية عنه فقلل فقط عند سلطان. يعني رؤوس الآية 11 سورة المعروفين هو يقرأ بالتقليل قولا واحدا. سورة أولها سورة طه يقلل طه يقلل قولا واحدا رؤوس الآيات، هذا معروف. بعد كده يقول ما شيخنا ايه ووجهين خذ لهما بها غير زر فقللا. طب اللي فيها هاء مثل فيها هاء بدون راء، بناها طحاها، فيها هاء له الوجهين الفتح والتقليل. حتى في بعض المصاحف أنا شفتها يقرأ بناها دي بالفتح من لا يضع عليها علامة التقليل. يبقى كل رؤوس الآيات تقليل إلا اللي فيها له
الوجهين، نقول بناها بناها فيها الوجهين. طب إذا كانت فيها راء، مثلا ذكراها فيها هاء وراء، لا يقلل قولا واحدا، لازم هاء فقط. يبقى يقلل رؤوس الآيات 11 سورة قولا واحدا، إلا فيها هاء بدون راء يقل فيها الوجهين. لكن إذا كان فيها راء يقللها قولا واحدا، زي مثل إيه ذكراها. Imam Warash beliau membaca taklil di ru'usul ayat, akhir ayat itu di 11 surah. 11 surat ya. Terus kalau seandainya akhir surat tadi itu diakhiri dengan ha, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha, itu kan ada hanya. Nah, sebelum ha itu ada zawatul ya. Nah, di situ dibaca dengan dua wajah, yaitu fathah dan taklil. Kalau zikroha, nah ini ya kembali ke asli, yaitu dibaca dengan taklil. Zikroha, ini kan dibaca dengan taklil saja. Nah, ini. يقول بعد كده مولانا في بيت 88 اختصر كده 88 يواري في العقود بخلفه وليس له الإضجاع في الحرز يجتلى، يعني يواري سوءة أخيه فأواري سوءة أخي. سورة المائدة الاثنين دول. أيوة. هنا مولانا الشاطبي يذكر فيها وجهين، الإمالة وعدم الإمالة. يواري وبقول وفي الياء عن ضريرهم وترك الغنة في الياء عن ضررهم وامنعوا. وبعد كده يقول يواري أمل، وبعد كده يقول إيه يواري أمل وعن جعفر فلا. ده في التحريرات الطيبة. يعني إيه؟ يعني يواري دي نقرأ بالفتح فقط، هذا من طريق أبي جعفر النصيبي، وده بتاع الشاطبية. مولانا أبي جعفر النصيبي عن دور الكسائي، هذا في الشاطبية. طب الذي يميل دي مين؟ يواري أبو عثمان الضرير. طب أبو عثمان الضرير ده مش في الشاطبية، ده فين؟ في الكبرى في الطيبة. فعشان كده يبقى الإمالة، يبقى الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ممكن بيحكي فقط حكاية، الله أعلم. لكن يواري هنا شيخنا يحدد هذا ليس مكروه في الشاطبية بالإمالة، لأن الإمام الشاطبي يقول يواري في العقود بخلفيه، هذا كلام الإمام الشاطبي إن فيها وجهين وفي الحقيقة وجه واحد. لماذا؟ لأن طريق الشاطبية سيدنا أبي جعفر النصيبي عن دور الكسائي، وسيدنا أبو جعفر ده في الشاطبية. طب الثاني نكر بالإمالة مين؟ أبو عثمان الضرير عن دور الكسائي، وهذا ليس في الشاطبية. عشان كده قال مولانا هنا وليس له الإضجاع في الحرز تشتلى، ليس له الإضجاع. الكلمتين دول ليس في الشاطبية، ده في الطيبة، ليس هنا. هذا معنى التحريرات. أيوة. Di dalam matan Syatibiyah itu disebutkan uwari fil uqudi bi khulfihi. Jadi kalimat yuwari di dalam surah Al-Uqud. Al-Uqud itu berarti surat apa? Al-Maidah, kan? Maidah. Nah, ini dibaca dengan bi khulfihi, yaitu dua wajah. Yuwari dan yuweri, yaitu dibaca dengan imalah. Di situ di dalam matan Syatibiyah itu disebutkan dua wajah, padahal dalam Syatibiyah toriknya itu kan Abu Ja'far An-Nasibi. Abu Ja'far An-Nasibi itu tidak membaca dengan imalah. Yang membaca dengan imalah itu Abu Utsman Ad-Dharir. Nah, Abu Utsman Ad-Dharir itu dari toriknya Thayyibah di dalam Kubro, Qiraat Asyarah Kubro. Nah, di sini dikomentari atau ditahrir, yaitu dijelaskan mana tadi? Walaysa lahul idja'u fil hirzi yujtala. Jadi Abu Ja'far An-Nasibi itu dalam riwayatnya Kisai. Nah, ini tidak ya duri Kisai. Tentunya ini duri Kisai. Ini tidak ada idja. Idja itu apa? Imalah. Fil hirzi, maksudnya di dalam hirzil amani. Nah, tidak ada imalah di dalam iwari dalam riwayatnya duri Abu Amr, duri Kisai, duri al-Kisai. Yang ada imalah itu Abu Utsman Ad-Dharir dalam Tariq Thayyibatun Nashr. ناخذ بيت 91 9 وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا. يعني عندنا يسموه باب ذكرا، 6 كلمات على وزن فعلا. ذكرا سترا سهرا. فهذه الكلمات تفخيمه هي حجر. أيوة 6 كلمات دول، سترا سهرا وزرا، أيوة إمرا
فهذه الست كلمات شيخنا يقول وتفخيم ذكرا وسترا وبابه، الست كلمات دول لدى جلة الأصحاب أعمر أرحل. وفي باب ذكرا ففخمن مثلثا لهمز ورق قاصرا ومطولا. يعني إيه؟ هذا مخصوص بالبدل، مخصوص بمد البدل في قراءة ورش. فبباب ذكرا فخم مثلثا، تقرأ يعني بالتفخيم لك ثلاثة البدل، آمنوا 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 لك تفخم. طب إذا كنت تقرأ بالتقليل مثل موسى بالتقليل فاقصر وطولا، يبقى لازم تقرأ بالقصر والمد فقط، لا تقرأ بالإيه؟ لا تقرأ بالتوسط. هذا معنى شيخنا ورقق قاصرا ومطولا. يبقى منعنا على التقليل التوسط، يبقى منعنا واحد من الستة. يعني مثل ذكرا تفخيم وتقليل وفتح، ذكرا تفخيم وترقيق، ومد البدل ثلاثة. مش كده ولا ايه؟ فإذا قضيتم مناسككم بدل ثلاثة. آمنوا آمنوا آمنوا، أيوة آباء كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. إذا كنت تقرأ بالتفخيم لك ثلاثة البدل. طب إذا تقرأ بالترقيق قص وإشباع فقط، لا يوجد توسط، يبقى منعنا واحد فقط. يبقى ترقيق توسط هذا ممنوع، والباقي جائز، لأن 2 في 3 6، نمنع واحد يبقى باقي كام؟ 5. يبقى التفخيم كل البدلات، ترقيق يبقى قصر وإشباع فقط، ورقق قاصرا ومطولا. Itu di dalam kalimat yang 6 itu zikron, sihron, imron, hijron, terus apa lagi? Sitron, hijron. Itu ada lewat waras itu mempunyai dua wajah, yaitu tafkhim dan tarqiq, yaitu zikron dan zikran. Nah, ketika bertemu dengan mad badal, ini bagaimana cara membacanya? Itu di dalam ayat fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum au ashadda dzikra. Aba'akum au ashadda dzikra. Di situ aba'akum ya. Au awashadda ya. Ini waras ya. Awashadda dzikra. Di sini aba'akum. Ketika aba'akum dibaca intinya untuk memudahkan. Ketika zikronnya dibaca dengan tafkhim, aba'akum dibaca dengan 3 wajah, yaitu qasar, tawasud, dan isba. Ketika zikronnya dibaca dengan tarqiq, aba'akumnya dibaca dengan 2 wajah saja, yaitu qasar dan isba. Enggak boleh dibaca tawasud. Jadi tawasud, tarqiq itu enggak boleh. Nah, bisa dipaham nggih? كمان البيت اللي بعد كده 94 وفي طال خلف مع فصاله وعندما يسكن وقفه المفخم مفضل. هذا كلام مولانا الشاطبي، ذكر كلمتين في القرآن، طال عشان الطاء واللام فاصلة بينهم ألف، طال وفصاله. مولانا الشاطبي قال وفي طال خلف مع فصاله عندما يسكن وقفه المفخم مفضلا، ذكر كلمتين فقط، في واحدة ثالثة فالتحريرات جاءت ووضعت الثالث. ممكن شيخنا الشاطبي هذا مشهور عنده، مشهور فمش محتاج يذكرها، لكن هنا التحريرات بالنسبة لنا احنا لسه مشهور نحتاج فهنا قال وفي طال خلف مع فصالا ومثل زين يصالحا، يضع احنا بنقول يصلح بينهما صلحا، لكن الامام ورش يقرأ يصالحا، يبقى 3 كلمات اللي احال بينهما الف. طال حيثما تكررت طال عليهم الامد. فصالا واحدة بس في القرآن في سورة البقرة، فإن أراد فصال عن تراض منهما. والكلمة الثالثة سورة النساء يصلح بينهما يصالح بينهما صلحا. المفروض ذكر الإمام الشاطبي وجهين، الترقيق والتفخيم، طال. طيب إذا كنت أقرأ أنا لا يصلاها، اجتمع لام وذات ياء في نفس الكلمة، لا يصلاها إلا الأشقى، ممكن أقرأ لا يصلاها ولا يصلاها، ممكن أقرأ بالتفخيم والترقيق. طب دي فيها ذات ياء، أعمل إيه؟ فشيخنا هنا في التحريرات يحدد، قال إيه؟ ففخم بفتح ثم رقق مقللا. ففخم بفتح، إذا أنت تقرأ بالتفخيم تقرأ بالفتح فقط، لا يصلها، يبقى تفخيم فتح فقط، لا يصلها. تقرأ بالترقيق تقرأ بالتقليل فقط، لا يصلها، يبقى تفخيم فتح ترقيق تقليل، ولا يجوز غير هذا. هكذا التحريرات، بفخم بفتح ثم رقق مقللا، ثم رقق مقللا. وحيثما تكررت في القرآن
مثل ايه في سورة تبت يد ابي لهب؟ سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا، ايه برضو سيصلى نارا او سيصلى نارا، نركك ونقلل او نغلظ ونفتح، ولا يجوز غير هذا. طب اذا كانت واقعة في رأس الآية التي يقللها ورش قولا واحدا، وجاءت في 3 مواضع في القرآن، اللي هي مثلا عندنا ال3 مواضع ذكرها مولانا هنا، فلا وذكر اسم ربه وذكر اسم ربه فصلى. وهذه سورة الأعلى وسورة القيامة وسورة الإنسان. جاءت هذه المواضع في 3 سور: القيامة، الإنسان، الأعلى. وهذه يقللها ورش قولا واحدا، يبقى لا نقرأ إلا بالترقيق قولا واحدا، لأنه يقلل قولا واحدا، يبقى نرقق قولا واحدا. بيقول مثلا إيه؟ وذكر اسم ربه فصلى، يبقى نرقق ونقلل فقط، لأن هو يقلل رؤوس الآيات دي قولا واحدا، يبقى يرقق قولا واحدا. كذلك هنا فلا صلى عبدا إذا صلى، سورة الإنسان مثلا عبدا إذا صلى، ترقيق تقليل قولا واحدا. يبقى نقرأ بالتغليظ مع الفتح أو الترقيق مع التقليل ما لم يكن واقع في السور التي يقللها ورش قولا واحدا، يبقى نرقق فقط. هذه نعم. Rokam kamu. Itu di dalam yaitu kalimat fisolan tola yasolaha. Nah ini khulf. Imam Waras mempunyai 2 wajah, yaitu dibaca dengan tauhid dan apa lawannya? Tarqiq. Ayo, tauhid dan tarqiq ini mulai enggak syahwal ini enggak. Tauhid dan tarqiq. Ini fisolan tola dan yasolaha. Kemudian beliau menjelaskan yaitu ketika la yaslaha, itu kan abdan idza shalla, itu kan la yaslaha. Di sini kan ada 2 wajah, yaitu zawatil ya-nya itu dibaca dengan fathah dan taklil. Zawatil ya dibaca fathah dan taklil. Ketika fathah, lamnya itu harus taulid, la yasloha, la yasloha. Ketika dibaca tarqiq, lamnya itu harus apa? Harus apa? Dibaca taklil, zawatilnya, lamnya harus tarqiq. La yaslaha. Ini kan la yasloha, la yaslaha. Abdan idza shalla, kalau abdan idza shalla ini qaulan wahidan, 1 wajah saja. Jadi tadi wa dzakara isma rabbih fasalla, ini qaulan wahidan, fasalla. Ini هكذا مولانا. الباقي الأصول والله أعلم سهلة. إذا أخذنا على البقرة يعني استراحة الوقت ولا نستمر؟ طيب نستمر ناخد الصور. طيب ماشي. باقي ده سهل، يعني الواحد يقرأه سهل جدا، لكن إذا وصلنا إلى صور القرآن، سورة البقرة ماذا فيها من التحريرات، سورة آل عمران، سورة فهنا مولانا يقول وكيل بماض حيث جاء شمه فيخرج كيله فتأمله. يعني نحن نقرأ في قراءة هشام وإذا قيل لهم بالإشمام. طيب قيلا نقرأ بالإشمام ولا لا؟ هذا حاجة. قيله يا رب، سورة الزخرف قيله يا رب، نقرأ قيله يا رب، لا يخرج هذا. هنا مثل قيلا دي مصدر ليس نعم. فعل ماضي نعم. فدي تخرج، ليخرج قيله فتأملا. نعم. قيل ليس فيها إشمام لهشام ومن معه، وكذلك قيله تخرج هذا. Suratul Baqarah 104 104 ini. Jadi beliau membahas tentang qila. Itu kapan qila ini dibaca dengan ismam. Karena ada qilan itu kan. Qilan apa itu di surah An-Nisa, wa man asdaqu minallahi qila. مفيش بقى قيلة. ومن أصدق من الله قيلا. المصدر لا يقرأ به الإشمام. وكيله يا رب، إنها قيله يا رب برضك ليس فيها إشمام، لا عايزين قيل فقط. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، لكن قيلا يخرج، قيله يخرج.
Yani هذا la- ممنوع nah, إشمام. nah. Jadi hah? Ya, yang fi'il saja. Waqilihi, waqilahu, ini kan dalam qiraah ini enggak boleh dibaca ismam. Qilan itu juga enggak boleh dibaca ismam. Yang fi'il saja. Qila. Nah, qila ala wazni apa? Qila wazannya apa? Fu'ila ya. Nah, برضك هنا مولانا نذكر كلام جميل جدا في التحريرات. مثلا احنا نقرأ نعمة لقالون وشعبة، هذا مشهور قالون وشعبة بالسكون والاختلاس، صح؟ شيخنا هنا يجمع كل الكلمات الذي يقرأ قالون بالإسكان والاختلاس. فشوفنا يقول ايه مولانا: نعمة سكن او اختلس لصيغة به حلى، هذا كلام من مولانا الامام الشاطبي. وتعد لعيسى مع يهدي كذا اجعله، وفي يخصمون نقرأ كذلك عنده. يعني نقرأ مثلا نعمة صيغة به حلى، صيغة شعبة، به قالون، حلى أبي عمرو البصري، يقرؤون بالإسكان ويقرؤون بالاختلاس. والمثل ايه؟ نعمة، هذا سكون، الاختلاس نعمة. مولانا في التحريرات يذكر كذلك الكلمات الأخرى التي لقالون. ثم وتعدو لعيسى، عيسى يعني ايه؟ عيسى بن مينا مولانا قالون. تعدو كذلك تقرأ زي ما تقرأ نعمة، كذلك يهدي تقرأ كما تقرأ نعمة، كذا اجعل مثل نعمة. وفي يخصمون اقرأ كذلك عنده. يبقى نعمة، تعدو، يهدي، يخصمون، الأربع كلمات نفس قراءة نعمة. مثلا هنا نقرأ تعدو في السبت، هو يشدد الدال، يقرأ ايه؟ تعدو في السبت، يبقى أنا سكنت العين. القراءة الأخرى باختلاس فتحة العين، لا تعدوا في السبت، يبقى نفس نعمة بالظبط. مثلا نقرأ يخصمون، هو يقرأ بفتح الخاء يخصمون، أما نقرأ بالسكون زي نعمة يخصمون، أو بالاختلاس يخصمون. يبقى نعمة، يهدي، يخصمون. الكلمة كذلك تعدو في سورة النساء، لا تعدو في السبت. كل هذه الكلمات تقرأ كما نقرأ نعمة لقالون. هذه الكلمات كلها لقالون. أما نعمة دي مش لقالون لوحده، صيغة به حلى لشعبة وقالون وأبي عمرو البصري. لكن الكلمات الأخرى دي ينفرد بها قالون بالوجهين، بالسكون وبالاختلاس. ini di dalam kalimat ni'imma, ta'du, yahdi, ini kan. Terus yakhsimun, yakhsimun, ini yakhsimun. Ini Imam Qalun ini wa li Isa, Isa ini adalah Qalun. Jadi ni'imma ini Qalun itu punya dua wajah, yaitu di dalam berapa kalimat ini? 4 kalimat. Ni'imma, ta'du, yahdi, yahdi dan yakhsimun ini mempunyai dua wajah, yaitu dibaca dengan ikhtilas dan sukun. Nih, kalau yang ikhtilas ini kan ni'imma dibaca cepat ni'imma. Kalau yang sukun sukun ain terus mimnya bertasydid ni'ma ni'ma, itu kan. Terus ta'du. Ta'du ini surah apa? An-Nisa ya. Wala ta'du fis sabtina. Ta'du ini ainnya disukun atau dalnya dan dalnya itu di tasydid. Ta'du atau ta'addu dibaca dengan ikhtilas. Kemudian yahdi, ini yahdi atau yahdi dibaca ikhtilas, yaitu cepat bacanya. Yakhsimun ini yakhsimun sama yakhsimun. Kha-nya dibaca dengan fathah, yaitu fathah ma'al ikhtilas. Asli daripada yakhsimun ini yakhtasimun. Nah, taknya itu diidghamkan ke shad sehingga shadnya itu bertasydid, kha-nya bersukun sehingga bacanya yakhsimun, aslinya yakhtasimun. Nah, ini boleh juga dibaca dengan yakhsimun, dibaca dengan ikhtilas. يذكر مولانا هنا في البيت 115 سورة الأنعام 115 115. يعني آل عمران العلماء يقول كل الأوجه دي جائزة، فهنا الإمام يحدد بعض الأوجه، لكن هم يختارون كله جائز يعني، عشان كده لا نشرحها يعني، لا تحتاج. لكن نخش على الأنعام هنا. وعند ابن زكوان فصل كسرها اقتده وما قصروا لحرز يروى فيحمله.
أصل الإمام الشاطبي ذكر في كلمة اقتدي: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتدي كل أسألكم. اقتدي كل أسألكم. الإمام الشاطبي ذكر وجهين: إما الصلة وإما الاختلاس. اقتدي كل أسألكم. لكن التحريرات هذا الوجهين صحيحين، واقتدي كس أشبعان بخلف، بس في الطيبة. هنا في الشاطبية لا يوجد إلا الصلة فقط، فالتحريرات تحدد الصلة. مثلا يقول إيه مولانا هنا: وعند ابن زكوان فصل، صل يعني بالصلة، اقرأ بالصلة. قصرها اقتدي، وما قصره يعني تقرأ بالاختلاس للحرز وما قصره، ما فيش قصر، ما فيش اختلاس لقالون، هو وجها واحدا فقط بالصلة. هكذا أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتدي كل أسألكم، وجها واحدا فقط. لكن سيدنا الإمام الشاطبي ذكر اثنين. الله أعلم، ممكن السنة على سبيل الحكاية، لكن أقتدي كس أشبعا بخلف، هذا في الطيبة. لكن في الشاطبية ما فيش هذا، يعني لا يوجد إلا الصلة فقط، والله أعلم. زي لابن ذكوان mana? لابن ذكوان ليس للقولون ابن ابن زكوان ذكوان فقط. ابن زكوان فقط. مقدار المد يعني مقدار حركتين. حركتين. أحيانا تجد في هاء الصلة دي يقول لك إيه؟ اشبع. واحد يظن اشبع يعني يمد 6 حركات، لا. الصلة إذا قال أشبع أو صلة العبارة واحدة. أشبع الصلة يعني اقتدي هي، أنا كده أشبعتها. ليس إشباع يعني 6 حركات، لا. إشباع يعني إيه؟ لا تقرأها بالقصر، يعني أقول اقتدي هي، هذا إشباع الصلة. قصر الصلة أو اختلاس الصلة عبارة واحدة، يقول اقتدي كل يعني اقرأ بالقصر فقط. معنى القصر أو معنى الاختلاس اقرأ بالقصر فقط. اقتدي هي كل أسألكم، الله أعلم. Kemudian membahas tentang kalimat fabihudahu muqtadihi qul la as'alukum alaihi ajra. Ini di dalam surah Al-An'am, Imam Ibnu Zakwan, kalau di Syatibiyah disebutkan ada 2 wajah. Jadi wa ma qasruhu lil hirzi, qasar masuk qasar itu tanpa mad. Qasar di sini maksudnya tanpa mad, lil hirzi yurwa fayuhmala. Jadi wajah qasar kalau di Syatibiyah disebutkan 2 wajah, yaitu fabihudahu muqtadihi qul la as'alukum, yaitu dengan apa? Dengan qasar, yaitu tanpa silah. Wajah yang kedua fabihudahu muqtadihi qul la as'alukum alaihi ajra. Di situ kalau di sini di tahrirat disebutkan hanya 1 wajah saja. Yang benar ini hanya 1 wajah saja. Yarhamukumullah. Hanya 1 wajah saja. Yaitu apa? Dibaca dengan sil, fasil kasroha qatadih, dibaca dengan silah, yaitu dengan 2 harokat. Isba di sini maksudnya adalah 2 harokat. Bisa dipaham nggih? Jadi fabihudahu muqtadihi qul la as'alukum alaihi ajra. Kalau di Hirzil Amani di Syatibiyah fabihudahu muqtadihi qul la as'alukum alaihi ajra. Ini yani Ibnu Zakwan. يقول مولانا هنا في بسطة بالصاد لا غير فقراء من الحرز أعني لابن زكوان فانقلا. أصل مولانا الشاطبي يذكر بسطة في سورة الأعراف وجهين، والمثل الوصية ترفع صف وحرمي هذا يبسط عنهم غيركم مرتلوا بالسين بقيم، وفي الخلق بسطة فيه الوجهان قولا موصلة، فيه الوجهان قولا خلاد موصلة ابن زكوان. فسيدنا الإمام الشاطبي ذكر في بسطة بالأعراف السين وصاد، لكن التحريرات هنا حددت لا ليس سين وصاد. ماذا تقول التحريرات؟ في بسطة بالصاد لا غير، يعني لا تقرأ من طريق الشاطبية إلا بالصاد فقط. وزادكم في الخلق بسطة بالصاد فقط. من الحرز أعني لابن زكوان انقل هذا عن ابن زكوان أنه بالصاد فقط وليس بالسين وبالصاد. Begitu juga dari Imam Ibnu Zakwan di dalam suratul A'raf, yaitu wazadakum fil khalqi bastah. Ini dibaca dengan shad saja, bastah. Enggak boleh dibaca dengan sin, bastah. Ini enggak boleh. Di Syatibiyah dibaca dengan 2 wajah, itu dengan sin dan shad. Ini yang benar di dalam tahrir hanya shad saja. Dibaca dengan shad. هنا يكون مولانا مع المدع سورة سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام، سورة يونس 118. أيوة، مع المدع قطع السحر حكم وخذ له بتسهيله أيضا كآلان مسلة. يعني أنا كيف أقرأ
في قراءة أبي عمرو ما جئتم به السحر. اقرأ كما تقرأ الآن، فالتحريات جاءت توضح لنا كيف نقرأها. ممكن تقرأ بالمد ما جئتم به السحر كما تقرأ الآن الذكرين، وكذلك وبتسهيله أيضا كآلان مسلة كما تقرأ الآن، تقرأ بالتسهيل ما جئتم به السحر. فجاءت التحريات توضح لنا أن ممكن تقرأ بالمد وتقرأ بالتسهيل كما تقرأ كلمة الآن، تقرأ بالمد وبالتسهيل الآن الآن. Ma ji'tum bihi sihr. Ini kan ma ji'tum bihi as-sihr. Surah Yunus. Hadza li Abu Amr. Bunyinya Imam Abu Amr di sini dibaca juga dengan apa? Seperti al-ana, yaitu dibaca dengan ibdal dan tashil. Ma kalau Abu Amr, Duri Abu Amr ma ji'tum bihi as-sihr atau as-sihr. Nah, kalau Susi ma ji'tum bihi as-sihr atau as-sihr. Itu. Jadi dibaca dengan ibdal dan tashil seperti al-ana. خلاص؟ خلاص. طيب البيت 123. 123 123. Oh, hataman ini. وللشام أخبر ما تكرر أولا سوى النازعات النمل مع وقعت فلا. يعني مولانا ابن عامر قاعدته في الاستفهام المكرر يعني إيه؟ وإن تعجب فعوجب قولهم أإذا متنا وكنا ترابا وآباء أئنا لمخرجون. يبقى استفهام مكرر، همزتين. قاعدة ابن عامر إخبار استفهام. هم كم واحدة في القرآن؟ 11 موضع، أولها سورة الرعد وسورة القصص سورة السجدة، وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أئنا لفي ضلال مبين. فالمهم هذا الاستفهام المكرر قاعدة ابن عامر همزة واحدة همزتين على طول المواضع، لا ليس على طول المواضع. فهنا شيخنا يحدد قال سوى النازعات النمل مع وقعة كلا، يعني يقرأ بهمزة واحدة في الأول وفي الثاني همزتين، إلا الواقع يقرأ في الأول بهمزتين، وإلا النازعات في الأول بهمزتين، وإلا سورة النازعات والنمل ووقعت، يبقى 3 سور. لا يقرأ بالإخبار في الأول، يقرأ بالاستفهام. عشان كده يقول فأخبر ما تكرر أولا، هذه قاعدة ابن عامر. سوى ما عدا النازعات لا تقرأ بالإخبار، في الهمزتين الأولى تقرأ بالاستفهام همزتين، كذلك النمل كذلك إذا وقعت الواقعة، كله في الأول بهمزتين. سوى النازعات يعني سوى سورتين فقط. 3 النزعات والنمل ووقعت الواقعة. وقعت الواقعة. نعم. للشامي ini Imam Ibnu Amir ini fakhbir ma takarrara awwalan. Jadi yang pertama itu ada 11 tempat, yaitu ada 2 itu apa namanya? Ada 2 hamzah. Hamzah yang pertama istifham, yang mana di dalam ayat tersebut itu ada 2 hamzah istifham. Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna, itu kan? A inna. Ini. Itu banyak sekali, ada 11 tempat. Nah, di sini Imam Ibnu Amir fakhbir ma takarrara awwalan siwan nazi'at an-naml ma'a waqa'at fala. Jadi akhbir itu maksudnya apa? Akhbir. Jadi khobar, tidak ada istifham. Wa qalu idza dhalalna fil ardi a inna. Qalu idza dhalalna fil ardi a inna atau inna. Qalu wa qalu idza dhalalna. Akhbir maksudnya akhbir awalan, maksudnya yang pertama itu dijadikan khobar idza dhalalna, tidak ada hamzah istifhamnya kecuali 3 surat, yaitu surah Nazi'at, kemudian Naml, dan Waqa'atil Waqi'ah, surah Al-Waqi'ah. Ini yang pertama dan kedua itu ada apa? Hamzah istifhamnya. Semuanya kedua-duanya ada istifham. Ini hanya untuk mempermudah mengingat-ingat saja. Nah, terkadang kan sering lupa itu kan, ini diulang ini lagi, bingung lagi, ulang ini lagi, bingung lagi, itu kan. Nah, ini supaya mempermudah. Jadi Ibnu Amir itu, Imam Ibnu Amir, yang berarti yang 9 itu, yakni tis'us suwar,
تسعة 11. لا يعني 11 أيوة نعم 11 اللي 9 9 وإلا الثلاثة دول آه يقرأ ليس بالإخبار في الأول، بالاستفهام في الأول بهمزتين. إذا اللي 9 يعكس القاعدة. 9 سور يعني كله في استفهام. همزتين، إلا دي يقرأ همزتين في الثلاث سور. نعم. بهمزتين ليس همزة واحدة. نعم. سوى النازعات مع إذا وقعت مع النمل وقع. Bisa dipaham ya? Oke. معلش أطلنا عليكم سامحونا. لا. Nah, yani Ibnu Amir Gus nih ya. Ibnu Amir perhatikan makanya lah, jangan ngantuk. Imam Ibnu Amir itu di dalam surat atau di dalam ayat-ayat yang di situ ada apa namanya dua hamzah istifham wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna itu kan ila akhirih. Di situ di dalam 3 surat yaitu An-Nazi'at, An-Naml dan Waqa'atil Waqi'ah Al-Waqi'ah ini yang pertama ini yang pertama ini yang 9 surat tadi ya, 9 surat tadi itu kedua-duanya itu ada hamzah istifhamnya. Kecuali 3 surat An-Nazi'at, Naml dan Waqi'ah. Nah, yang 3 surat ini apa berarti? Kembali toh? Kalau yang 9 itu awal ikhbar, yang kedua istifhamnya kembali. Terus kalau yang Fakhbir, iya kembali, ya betul. kalau yang 3 itu Mulai error nih, gara-gara Gus makin nih. Iya, jelasin Gus. Ayo, Gus Toha. ini yang belum Kebalik tadi, ya, kebalik. Nah, nih. Wali syami fakhbir ma taqarrara awalan siwan nazi'at. Ini kan. Akhbir ma taqarrara awalan. Nah, nih. Jadi yang 9 itu yang pertama itu ikhbar, betul kan? Berarti yang 3 ini istifham. Itu maksudnya itu. Gitu, Gus. Dah ditulis. Aldu bin Nawajid. Ikhbar hamzanya satu همزة saja. واحدة. 1 همزة. استفهام 2. إخبار 1. هنا يكون مولانا هذا البيت جميل جدا في سورة الأحزاب. وبالرغم كل الله سهل وأبدل بياء ساكنا وقفا لمن فيه سهل. ده يسهل لنا القراءة هذا البيت. يعني أنت تقرأ اللائي مولانا مثل ورش وأبو عمرو ومعهم البزي يقرؤون بدون ياء وبتسهيل الهمزة. هي إسنا يقرؤون هكذا اللائي بهمزة مسهلة وبدون ياء. هي إسنا حيثما جاءت في سورة الأحزاب يقرأ اللائي تظاهر اللائي. المهم في سورة الأحزاب اللائي يقرأ بالتسهيل. طب إذا وقفت علي أعمل إيه؟ هو إذا وصل يقرأ بالتسهيل مع المد والقصر. بالنسبة للورش يقرأ بالمد 6 حركات والقصر حركتين. مولانا أبو عمرو يقرأ والبزي يقرأ 4-2 على قاعدته في المد المنفصل. والبزي يقرأ 4-2 أيضا. طب إذا يقف عليها نعمل إيه؟ هو هنا ذكر حكم الوقف. تقرأ تسهيل 6-2 مع الروم. وبالروم كل لا سهل وأبدل بياء ساكن وقف لما فيه تسهله. الذين يقرؤون بالتسهيل يقفوا بالروم مع 6-2 هكذا. اللائي يبقى كده ايه وجهين. يبقى تقف عليه بالتسهيل مع المد والقصر بالروم. ثم ابدال الهمزه ياء مع الاشباع. اللائي يبقى كده قررناها 3 أوجه. تسهيل مع مد وقصر بالروم وابدال الهمزه ياء مع الاشباع. لمن هذه القراءه؟ لمن يقرا بالتسهيل. من يقرا بالتسهيل في هذه الكلمه؟ مولانا ورش ومولانا ابو عمرو ومولانا البزي. عشان قانون يقرا بهمزه محققه وقنبل يقرا بهمزه محققه وابن عامر والكوفيين يقرا كحفص اللائي بهمزه والياء. يبقى لم يتبقى الا ورش وابو عمرو والبزي. ابو عمرو وورش والبزي هم الذين يسهلون الهمزه. طب اذا وقفوا ماذا يصنعون؟ 3 أوجه. تسهيل مع مد وقصر بالروم. وبالروم كل لا سهل. يبقى اقول لا اللائي او ابدال ياء مع المد. اللائي
عند الوقف على عند الوصل يعني وجهين. وجهين بس كل على مذهبه في المد. يعني مرش يبقى 6-2، البزي وابو عمرو 4-2. Ini surah Al-Ahzab. Wa birrumi kullul la'i sahil wa abdila biha sakin waqfan liman fihi sahala. Ini surah Al-Ahzab berarti apa? Ayatnya itu apa? Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi wa ma ja'ala azwajakumul la'i. Itu kan? Betul enggak? Al-la'i tadhaharuna. Al-la'i. Ini. Di sini Imam siapa tadi? Waras, Abu Amr dan Bazzi ini membaca dengan tashil hamzah. Nah, berarti ketika wasol, ketika tashil hamzah ini dibaca dengan dua wajah. Wajah yang pertama itu dengan kalau waras isba, madnya itu dibaca dengan isba, hamzahnya dibaca dengan tashil. Wa ma ja'ala azwajakumul la'i tadhaharuna allai tadhaharuna. Ini kan allai, ini kan. Nah, di situ waras berarti isba dan qasar. Kemudian Abu Amr dan Bazzi ini tawassut dan qasar ketika wasol. Nah, ketika waqaf di sini ada tiga wajah. Nah, tiga wajah itu apa saja? Yaitu yang pertama itu tashil ma'rum. Tashil ma'rum dibaca dengan kalau waras berarti isba' ma'al qasr. Allai ma'rum atau allai. Kemudian kalau Abu Amr dan Bazzi berarti tawassut dan qasr. Allai atau yang ditambah satu wajah lagi diganti menjadi ya. Allai, yaitu dengan 6 harokat isba. Sahih wala musyah? Sahih yang musahih. Paham kan ya? Syuf ya Maulana. Waris, Abu Amr, Bazzi. Sahih. هم دول يسألون الذي يسهل همزة وصلا إذا وقفوا يبقى بالروم هتقبل الهمزة ازاي بالروم مع تسهيل مد وقصد لانه يقرأوا بالتسهيل. طبعا ورش يعني اشباع يعني لا كلهم يقفوا 6-2 ده في الوقف لكن في الوصل يختلفون في المد. كل على مذهبي في المد في الوصل. اما اذا وقف يبقى كله 6-2 مع الروم بالتسهيل وابدال ياء. بص حتى هنا الشيخ يقول ايه يعني ابو عمرو وبس ايوه بس وقفا. بص يقول ايه بص يقول ايه مولانا وأمر أن يقف على اللاء لمن لهم التسهيل وهم ورش والبزي وأبو عمرو بوجهين. الروم مع تسهيل الهمزة وإبدالها ياء ساكنة مع المد الطويل. هذا واضح. ويجوز لهم أيضا على وجه الروم التسهيل مع التسهيل المد والقصر. المد والقصر ماشي كده مولانا. شوف هنا في تحت في الشرح برضه ممكن يقول إيه وقرأ ورش بتسهيل الهمزة بين مع المد والقصر وصلا ولو في الوقف تسهيل الهمزة بالروم مع المد والقصر يعني 6 حركات وياء ساكنة. طب نخش على أبو عمرو والبزي يذكر إيه أبو عمرو والبزي. وقرأ البزي وأبو عمرو وصلا بتسهيل الهمزة بين مع المد والقصر يعني 4-2 على قاعدته وعنهما إبدال همزة ياء ساكنة مع المد المشبع ويقرون أيضا بالإبدال ياء. فإذا وقف كان لهم 3 أوجه تسهيل الهمزة بالروم مع المد والقصر ويبدأ المد والقصر. لما يذكر إيه التوسط 6-2 والله أعلم. أنا هرجع لها برضك تاني ممكن يكون 4-2 بس أنا متذكره هي 6-2. هرجع لها برضك مرة ثانية. يقول تسهيل الهمزة بالروم مع المد والقصر وإبدالها ياء ساكنة مع المد المشبع لالتقاء ساكنين. والله أعلم. أشوف ورش بتسهيل الهمزة مع المد والقصر. ذكر ورش المد والقصر وذكر لهم المد والقصر. شوف وأبو عمرو والبزي تسهيل الهمزة مع المد والقصر. جه في ورش تسهيل الهمزة بين مع المد والقصر نفس العبارة لورش والإمام أبو عمرو والبزي نفس العبارة لم يغيرها. الله أعلم يبقى تسهيل 6 مع المد والقصر لأن همزة مغيرة والله أعلم. خلاص tapi tashil لا شوف يا مولانا بالنسبة للهشام لما يقف في السماء عند السماء أو السماء عندما يقرأ بتسهيل مع الروم هو ب6 أو ب4 4 ممكن يبقى هنا 4
الله اعلم، ده اللي انا فاهمه. الله اعلم، ممكن نرجع لها برضك مره اخرى في الكتب نشوف. ان شاء الله برضك ابحثوا معي. الله اعلم. debat sama wong jahil. المهم هنا Anak jahil. هنا نعم. مولانا الشاطبي يذكر جمعا وفرنا في النبي وفي النبوء الهمزه كله غير نافع نبدله. يعني نقرا كل القران النبي لقالون بالهمزه يا ايها النبي. لكن سيدنا الشاطبي هل هذا في الوصل يا مولانا ولا في الوقف؟ وجمعا وفرنا في النبي لم يذكر وصلا ولا وقفا. سيدنا ممكن مشهور عنده والله اعلم انها في الحال الوصل. جاءت التحريات تحدد وقالون حال الوصل في للنبي مع بيوت النبي الياء شدد مبتلة. يعني قالون يقرأ بالهمزة في كل القرآن إلا موضعين فقط يقرأ بالياء. يقول إيه؟ موضعين اللي فيها اللام. وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. يبقى اللي فيها اللام بدون همزة، والموضع الثاني بالهمزة رغم ان الاثنين جنب بعض باللام. هذا الموضع الأولاني. الموضع الثاني اللي فيه بيوت يا أيها الذين آمنوا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذنكم إلى طعام غير ناظرين إناه. يبقى قول يقرأ بالهمزة كل القرآن إلا موضعين يقرأ بالياء. طب في حال الوصل ولا حال الوقف؟ فجت التحريات هنا تحدد أن هذا في حال الوصل فقط. وفي حال الوصل قالون شوف وقالون حال الوصل في للنبي مع بيوت النبي الياء شدد مبدلا. هذا في حال الوصل فقط. طب أنا هصل هكذا وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالص لك من دون المؤمنين. طب إذا وقفت وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي بالهمزة، يبقى التحريات جاءت تحدد أن تبدل الهمزة ياء في حال الوصل فقط. طب إذا أنت تقف يبقى يرجع لقاعدته الأصلية مولانا قالون بالهمزة. يبقى النبي للنبي يا أيها الذين آمنوا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام. يا أيها الذين آمنوا تدخلوا بيوت النبي إذا وصلنا بالياء وإذا وقفنا بالهمزة. هذا تحريات تحدد لنا حال الوصل. ماشي؟ Paham ya? هم فاهمين هم فاهمين. طيب نمشي Itu كده. di suratul Ahzab. Yani yang pertama itu ini dalam ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudana lakum ila ta'amin ghayri nadhina walakin idza ta'amtum fadkhulu fa idza ta'amtum fasta'nisu wala musta'nisina li hadis. أيوة. Inna dzalikum kana yu'dhi nabiyya fayastahi minkum wallahu la yastahi minal haqq. Aina? والموضع الأولاني وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي فيها لام. نعم. للنبي موضعين فقط موضعين فقط. Wahabat lin nabi. اللي هم للنبي بدون همزة. وإذا وقف بالهمزة. إذا وصل كحفص. نعم. Ini ada nah buyutan nabiyyi illa buyutan nabiyyi illa an-nabiyyi illa. Ini kan kalau qalun bacanya apa? An-nabiyyi illa. Karena di sini sama-sama kasroh, maka hamzah pertama dibaca apa? Tashil. Lin nabi illa. Lin nabi illa. Nah, ini ketika diwasol hamzahnya dibaca apa seharusnya? Seharusnya dibaca ketika wasol. Ini sesuai dengan kaidah. Dibaca tashil. Tapi di dalam ayat ini enggak boleh lin nabiyyi illa. Itu kan? Kenapa itu? Rahasianya apa? Itu saya pernah baca itu. Tadi Syekh belum menampilkan, pernah baca hurmatan lin nabi. Jangan sampai hurufnya itu dikurangi. Mentashil itu kan sama saja mengurangi huruf. Ini enggak boleh. Jadi yani ta'lil limadza la yajuz nusahil huna lin nabiyyin yani hurmatan lin nabi. lin nabiyyin
ما ياء وما في وهمزة فقط، همزة واحدة ما فيش همزتين. عشان نغير الهمزة لازم همزتين. أيوة للنبي إن. لا هو يقرأ للنبي إن أيوة. بهمزة واحدة، يبقى ما فيش تسهيل. لكن الموضع الثاني وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي يبقى إبدال واو للنبي. وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي وأن يستنكحها والنبي وأن يستنكحها. الموضع الثاني اجتمع همزتين، الأولاني هو أبدل الهمزة ياء ما فيش همزتين. أيوة. يبقى يقرأ بهمزة واو. أما الثاني يغيرها على قاعدته. أنا يعني همزة ضمة وهمزة أنا فتحة أقصد أريد يبدلها. أقول يعني ما التعليل في هذا؟ لماذا كده؟ لماذا كده؟ الله يعني؟ أعلم. هي جاءت هكذا الرواية. وعشان كده نفهم أن القراءة سنة متبعة، هكذا قرأها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على صدق القرآن، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا قرأت. والله أعلم. يعني قرأت في الكتاب حجة القراءات السبع، وقال هذا حرمة للنبي حتى لا ينقص ولو حرفا. أيوة. لأن إذا سهلنا يعني بمعنى نحن ننقص حرف. الله. هكذا جميل يعني. جميل. والله أعلم. جميلة أو جميلة. الله. حتى حرف مع النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم حرف لا يجوز ننقصها. لا ننقص حرفا. الله. حتى الذل. أيوة. لا يوجد الذل للنبي صلى الله عليه وسلم. لما يمشي لا يوجد الذل. يعني لماذا؟ أيوة. حتى لا يدس الكافر أحد أو على ذل النبي صلى الله عليه وسلم. الله. فكيف نحن أين يعني نحن يعني هل احترمنا بحق الاحترام للنبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى القرآن يعني حرف واحد لا يجوز أن ينقص في النطق. عشان لا يجوز أن يسهل هكذا يعني. يعني هذا تعليل يعني. أيوة. والله أعلم. لا جميل. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jadi maksudnya itu jangan supaya tidak ada pengurangan atau mengurangi terhadap kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai huruf yang di dalam kata Nabi itu tidak boleh dikurangi. An-nabiu, ini kan an-nabiu. Kalau misalnya di situ dibaca wasol kembali seperti an-nabiin, ini kan harus dibaca tashil. Membaca tashil di an-nabiin ini sama saja mengurangi huruf yang untuk menulis kata nabi atau kalimat nabi. Ini kalau mengurangi sama saja mengurangi kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak boleh dibaca tashil, harus dibaca lin nabiyyin. Ya-nya sempurna itu. Wallahu alam. ناخذ آخر بيت. يقول هنا مولانا: وعن قنبل فاقصر رأه ومده فقد صحح الوجهين عنه فأعملا. يعني أن رآه استغنى. قنبل يقرأ بدون مد. أن رآه استغنى. والوجه الثاني أن رآه استغنى بالوجهين. سيدنا الإمام الشاطبي الله أعلم هو ذكر وجها واحدا فقط، الله أعلم ترك الآخر للشهرة تأدبا مع الإمام الشاطبي. لكن هنا التحريرات تحدد أن لا وجهين. يقول الإمام الشاطبي: عن قنبل قصا روى ابن مجاهد رأه ولم يأخذ به متعملا، يعني قرأ بالقصر فقط. لكن يقول مولانا: وأثبت في النشر أن القصر أثبت وأرجح عن قنبل من طريق الأداء، وأن المد أقوى من طريق النص. يعني الوجهين بالمد وبالقصر الوجهين جائزين. هنقول أن رآه استغنى، أن رآه استغنى، يجوز الوجهين. يبقى التحريرات حددت الوجهين. سيدنا الإمام الشاطبي ذكر واحد فقط وأحال الآخر الله أعلم بالشهرة ولا لكن يجوز الوجهين بالقصر وبالمد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. Di sini di dalam surah Al-Alaq ar-ra'ahu istaghna. Ini faqsur ra'ahu wa muddahu faqad suhhiha al-wajhani anhu fa'amila. Jadi ar-ra'ahu istaghna di dalam matan Syatibiyah ini hanya disebutkan satu saja. Nah, di sini disebutkan semuanya, boleh qasr, boleh mad. Ini ar-ra'ahu istaghna dan ar-ra'ahu istaghna dan ar-ra'ahu istaghna. Hakada boleh? Ar-ra'ahu istaghna. Naam, ar-ra'ahu istaghna. Naam. Yajuz wajhain. Naam. Kida tamam خلاص. والله يعني أنتم ما شاء أبطال عشان نشرح الكتاب في جلسة أو جلستين. أنتم أبطال، هكذا أهل إندونيسيا الأبطال. ما شاء الله.
فطبعا شاء. حاجات بسيطه انت ممكن تقراها ان شاء الله سهله. يعني ده يعني ركزنا على الاشياء اللي يعني دائما نقرا دائما بنشر يعني، اما الباقي سهل ان شاء الله اي واحد يقراه ان شاء الله يفهمه يعني. وهذا مهم جدا عشان نفهم الشاطبيه فهما دقيقا. الحمد لله يا رب العالمين. جزا الله الإمام الشاطبي Amin. والعلماء خير الجزاء. Amin. Ya Rabb. Jadi beliau menyampaikan bahwa bait-bait yang belum dijelaskan sama Syekh tadi itu bisa dibaca sendiri karena itu mudah. Tadi yang dipilih oleh beliau itu yang sekiranya itu yang susah atau sulit ya, dan sering terjadi perdebatan dan itu masyhur, maksudnya sering diulang-ulang. Adapun yang lain itu bisa dibaca sendiri kata beliau tadi. Dan insya Allah mudah, yang penting beli kitab Mukhtasar Bulughil Umniyah insya Allah di Shopee. Insya Allah ada. شيخنا اسمه الشيخ احمد عبد الرحيم الله يرحمه كان حافظ الشطبيه دي كالفاتحه، يقول حاضر يا اولاد بس كده يكر الباب كله في دقيقه واحده، الباب مثلا بتاع الشاطبيه. بعدين طب ننزل الى التحريرات، كان يحفظ كل هذه الابيات. طيب حط تحريرات كذا عن رأوا كذا كذا كذا، فكان يحفظ كل هذه التحريرات. فما شاء الله يعني من حفظ المتون حاز الفنون. وبعدين طب يا اولاد استنى ننزل كده الى الطيبه في نفس الجلسة الشاطبية يقول يكر بسرعة، بعدين التحريرات تقول بعدين طب ننظر كده نتأكد من الطيبة، يمشي على باب الطيبة كأنه يحفظ كل المتون كالفاتحة. كان يعلمنا في المعهد القراءات وكان يحفظ هذه المتون كالفاتحة، وربنا يرحمه رحمة واسعة يجزيه عنا خير الجزاء. هكذا رأينا علماءنا يحفظون كل هذه المتون حافظنا يعني ما شاء الله. وكان شيخنا كنا مثلا في بعض المواضع نقرأ علوم القرآن نقرأ له الصفحة كده هو يشرح لنا، نقرأها أولا وبعد ما نقرأها هو يشرحها كأنه حفظها، يعني مسافة ما احنا قرأناها هو حفظها، كان يشرح لنا كأنه حفظها، يعني يشرحها لنا بعد ما نقرأها. سبحان الله. فكان هكذا القرآن ينور العقول، القرآن ينور العقول، يزيد التركيز. الحمد لله يا رب العالمين والشكر لله وحده. الشيخ كان اسمه الشيخ أحمد عبد الرحيم، الشيخ أحمد عبد الرحيم الله يرحمه رحمة واسعة. كان حافظ المتون دي كالفاتحة كلها، طيبة وضرة وشاطبية كله. وكنا نسمعه يأتي ببيت في الأول كده، مثلا البيت في نص الباب ما يجيبش البيت من نص الباب، يأتي من أول الباب في دقيقة واحدة يكر الباب كله، وبعدين يجيب الحتة اللي هو يحتاجها في النص أو في الآخر، لكن يبدأ الباب من أوله حتى آخره في دقيقة واحدة. سبحان الله. Syekh Ahmad Abdurrahim. عبد الرحيم كان يدرس لنا في معهد القراءات، كلهم كانوا كده مش هو فقط، كل العلماء في القراءات كنا نراهم كده. برضو الشيخ عبد العزيز عبد الحفيظ كان يقول فقير إلى الله، هو قرأ العشر الصغرى والكبرى، يقول بس واحد يعطيني بيت في الطيبة، بيت واحد يكرها كلها من الأول للآخر في جلسة واحدة، بس واحد يعطيني بيت واحد يقول أنا أقرها كلها، يعني لو واحد يعطيني بيت واحد فقط. سبحان الله. سبحان الله. كانوا متفرغين يعني كل حياتهم في العلم. كان هكذا يقول مولانا الشيخ عبد العزيز الله يرحمه، أنا يا ابني حياتي كلها في العلم. كان لا يخرج من الأزهر، ليل ونهار يجلس في الأزهر. كان الأزهر زمان ليس مغلق، لا يغلق. أنا حياتي ابني كلها في العلم ليل ونهار. لذلك كانوا مش المتون يحفظون كتب، كمان كتب، لا نت ولا تلفزيون ولا لا يعرفون إلا الأزهر الشريف والعلوم الشرعية. رضي الله عن علمائنا جميعا يا رب العالمين. Beliau menceritakan yaitu kisah para ulama di Al-Azhar yang mana mereka berkecimpung atau terjun dalam dunia Al-Quran dan qiraat. Mereka akalnya itu bercahaya, jadi setiap hari mereka sibuk dengan Al-Quran, sibuk dengan qiraat. Bahkan tadi Syekh Ahmad Abdurrahim beliau menghafal matan-matan tadi itu, ada matan Syatibiyah, Durrah Mudiyah, Thayyibatun Nashr, dan juga ini Ithaful Bariyah, Ithaful Anam. Itu semuanya ngapalinnya itu seperti ngapal Fatihah, dah tanpa salah. Ini disuruh nyebutin satu bait, semuanya Syatibiyah disebutkan semuanya. Ini saking pinternya. Ini saking pinternya. Memang mereka mutafarrih fil ilm. Jadi memang khusus ulama-ulama Mesir dan sampai sekarang juga masih banyak. Itu mutafarrih fil ilm, mutafarrih fit tadris. Kalau ulama-ulama Indonesia beda lagi, sibuk
bangun, sibuk, nyari bantuan, sibuk. Nah, itu akhirnya ilmunya habis. Haji, umroh, nah itu. Itu ulama Indonesia. Agak ya Maulana. Yani ulama يتلقون بس مش كده؟ أه؟ انت تقول عنهم يعني هو يتلقون يعني طلاب اندونيسيا بتقول عنهم ايه؟ لا يعني شوف علماء الأزهر هم متفرغون في العلم فقط. وأما نحن في إندونيسيا نحن علماء لكن بعدما أصبحنا علماء يعني متفرغون بالبناء، بناء مساجد، بناء السكن، بناء أي حاجة يعني يبحث عن الفلوس ومشغول. لا لا هنا يعني هنا مشغول عن الحج والعمرة هذا يعني السياحة. لذلك يعني خلاص يعني علمه يفير إلى أي مكان. إذا سئل أين البيت الذي أنت حفظت كان زمان يعني خلاص مش عارف فين يعني. هكذا يعني الموجود يعني نحن هكذا يعني دعواتكم إن شاء الله الدعاء إن شاء الله نحن يعني لا يا سيدي لا. يعني دعواتكم إن شاء الله الدعاء يعني ممكن تشجع يعني هم يعني طبعا يعني المدرسون وعندهم معاهد وعندهم هكذا يا مولانا يعني تشجيعا لهم ماذا نفعل. هذه العلم العظيم كما رأينا فعلا يعني الواحد لا يتركه ويدرسه للطلبة. يقرأ الشاطبية، تعالى يا ابني اسمع. طب هذا الكلام أصلا موجود فين؟ كل الكلام ده أنت إذا أتيت بشرح الشاطبية في كتاب مولانا الشيخ الضباع، مولانا الشيخ الضباع اللي هو إرشاد المريد، اسمه إرشاد المريد. هذا الكتاب شرح الشاطبية كل هذا وضعه في الشاطبية، كل التحريرات دي مولانا الشيخ الضباع وضعها كما ذلك إتحاف الأنام كله في شرح الشاطبية أيضا. يعني إذا أنت تقرأ شرح الشاطبية للشيخ الضباع كأنك قرأت إتحاف الأنام وإتحاف البرية، الاثنين مع بعض، كل هذا موجود معهم. لأن عندما يأتي بيت الشاطبية يذكر هذا ويذكر هذا، لو يتعرض لهذا يأتي بالأبيات، يتعرض لهذا يأتي بالأبيات. فكان الشيخ ينصحني الله يرحمه مولانا الشيخ عبد العزيز كان يقول هذا الكتاب كله علم، هذا شرح الشاطبية للشيخ مولانا الضباع. فإذا أنت تشرح للطلبة يا ريت تشرح لهم الشاطبية من طريق مولانا الشيخ الضباع إرشاد المريد، هذا الكتاب. فكأنك شرحت هذا وشرحت هذا، إتحاف الأنام وإتحاف البرية، لكل الأبيات دي موجودة فيه كلها وبالتفصيل والشرح مع الشاطبية. يبقى أخذت 3: شاطبية، إتحاف الأنام، إتحاف البرية. هذه أول نصيحة. حاول يعني ندرس للتلاميذ شرح الشيخ الضباع. حتى الفقير لك أكرر هذا على الطلبة، هات الشيخ الضباع، هات شيخ الضباع. وكذلك هات إتحاف الأنام، هات إتحاف الأنام، هات اشتري إتحاف الأنام تعالى. وبعدين أنا الفقير أعرفه بإتحاف الأنام وإتحاف البرية حتى ننشر هذا العلم العظيم لا يندثر، لأن ممكن لا أحد يهتم بالتحريرات. فهذه أول نصيحة، نهتم بهذه الكتب العظيمة التي وضعها العلماء فيها من التدقيقات والتحريرات والعلم. دي حاجة تانية. يعني نقرأ القرآن العظيم كثير يأتي إلينا بالأفهام. يقول مولانا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه من أراد علم الأولين وعلم الآخرين فليتدبر القرآن العظيم. اقرأ القرآن بالخشوع وبالتدبر يأتيك كل العلوم، تحس بالحلاوة. سكر القرآن سكر، بس متى؟ اقرأ من القلب، اقرأ من القلب. لا تقرأ مثلا ايه انا اريد جزئين، لا تقرأ لا تريد تنتهي من القراءة، حتى الرسول حذر من هذا. ولا تقرأ تقعد تفكر في المخارج، لا تفكر في المخارج، تفكر في القرآن وعظمة القرآن العظيم، وتقرأ بالخشوع ومن القلب. لا تفكر في المخارج ولا تفكر في أنت تنتهي، أنت أريد لازم لا تنسى القرآن، لا أنسى القرآن راجع 3 أجزاء. لا، القرآن ليس بالقراءة، القرآن بالمحبة بالخشوع. حتى نسأل الشيخ شرف، يا شيخ شرف صوته جميل جدا في القرآن، أنت لماذا صوتك جميل يا شيخ شرف؟ يقول أنا لما بقرأ أتدبر المعنى، أتدبر الكلام. ولذلك قال لي مش من أول مرة، مرة يأتيك حلاوة القرآن، ليس من أول مرة، بس اقرأ بالتدبر والخشوع مرة يأتيك الحلاوة. مولانا الشيخ عبد الباسط، أنت لو رأيت التسجيلات بتاعته يقرأ مولانا الشيخ عبد الباسط يقرأ كده
وبعدين يضع ايده يمسح الدموع بلا احد يراه. لماذا الدموع تبكي؟ لماذا؟ عشان القرآن من القلب. هو يقول انا سمعت بنفسي ان اقرأ القرآن من القلب. مولانا عبد الباسط عبد الصمد الذي من القلب يدخل الى القلب، ولذلك صوته في كل العالم عشان هو يقرأ. هذا هو القرآن، لا يقرأ إلا من القلب، تحس بالحلاوة، لا تريد تترك القرآن. كما يقول مولانا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا عثمان لو طهرت القلوب لا تشبع من كتاب الله سبحانه وتعالى. لا تترك القرآن من إيدك أبدا. تحس سكر، لا تريد يعني تترك السكر، عايز تقرأ ليل ونهار. ليه؟ لما تجد من الحلاوة بالخشوع. يبقى الخشوع ننشر هذا العلم. وطبعا اهل اندونيسيا ما شاء الله هم معجزه، انا عارف اذكياء جدا، كل اهل اندونيسيا معجزه. كيف معجزه؟ كلهم في الدراسات العليا والدكتوراه وماجستير، لكن نحن ايه؟ كليه خلاص سلام عليكم. كليه مصري مثلا، انا مصري، كليه سلام عليكم. فاهل اندونيسيا ذكاء، هذا استغل هذا الذكاء بحفظ المتون. هذه المتون لها قيمه، ولا قيمه في الاخره، ليس قيمه في الدنيا ولا قيمه في الاخره. كل ما تحفظ المتون جميل. المتون إن شاء الله الشاطبية، الدرة الطيبة، هكذا تحفظ هذه المتون. من حفظ المتون هذا الفنون. حاجة أخرى يعني لا تنسى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا أراد الإنسان يصل إلى الله بسرعة يصلي على النبي كثير، وإذا أراد الإنسان يصل بسرعة أيضا عليه بالمدائح النبي صلى الله عليه وسلم. يقول مولانا الشيخ صالح العالم الجعفري الإمام الأزهر الشريف كان يقول ألا أدلك على أقرب الوصول إلى الله، تصل إلى الله بسرعة؟ كيف يا مولانا؟ ألا وهو سميع مديح النبي صلى الله عليه وسلم. مديحك يا رسول الله غالي، مديحك يا رسول الله غالي، به إصلاح أوقاتي وحالي. كل الوقت ينصلح، كل حالك ينصلح بكثرة الصلاة والسلام وسماع مدائح النبي صلى الله عليه وسلم. فالفقير له نصيحة أخرى، ففي النت يوجد مدائح مولانا الشيخ صالح، مدائح الشيخ صالح، تجد أصوات جميلة جدا تسمع هذه المدائح، تجد البركة وتجد الفتوحات والعلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم أجمعين. الساعة 4 خلاص الحمد لله. هل فيكم سؤال؟ في واحد يسأل مولانا، ماشي. Singkat dan padat nggih. Apakah diperbolehkan ngoten nggih matur suwun Yai. Huwa yas'al hal yajuzu lit-talib ay yaqra'a al-qira'at al-'ashar kubra mubasharatan bidun as-suhra. يجوز؟ بس صعب لازم يطلع سلمة لازم، ممكن بس يطلع سلمة أحسن. لو جالي واحد أنا يقول لي اقرأ الطيبة وأنت قرأت الشاطبية، لما أقرأ الشاطبية، لا اقرأ الشاطبية أولا. واحد عايز يقرأ قراءات، أنت حافظ القرآن، لما احفظ القرآن أولا. كيف يقرأ قراءات ولا يحفظ القرآن؟ فلازم بالتسلسل، احفظ القرآن، احفظ الشاطبية، احفظ الطيبة. لكن إذا كان قارئ يعني طالب غير أندونيسي، أنت إيه فطاني اقرأ بدون حفظ قرآن على طول. لكن اندونيسي، انت ايه اندونيسي، احفظ قرآن اولا، احفظ الشاطبية، لا على حسب الطالب. لكن انتم ما شاء الله لازم تحفظوا، ولازم بالترتيب، قرآن، شاطبية، طيبة. فهمتم؟ خلاص. لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هل سؤال آخر؟
ah ijazah bilisan. أجزتكم بإتحاف البرية. الحمد لله رب العالمين والشكر لله وحده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله. اللهم علمنا بما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا عملا وعلما يا رب العالمين. اللهم وفقنا إلى تدريس هذه العلوم العظيمة. اللهم وفقنا إلى تدريسها جميعا يا رب العالمين. واجعلنا عبادا مخلصين. لما جعلنا عبادا مخلصين ناشرين لعلوم القرآن والدين. اللهم اجعلنا ناشرين لعلوم القرآن والدين، واحفظنا بحفظ القرآن العظيم، واجعله لنا شفيعا يوم الدين يا رب العالمين، وارزقنا شفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا تحت لوائه، وأسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمى بعدها أبدا يا رب العالمين. واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. وفق مولانا الدكتور سالم يا رب إلى ما تحب وترضاه، الذي هو السبب في هذا الخير الذي نحن نعيش فيه جميعا. اللهم أنزل عليه الرحمات والبركات جزاء عمله الصالح، وجميع المدرسين والمدرسات اللهم اجعلهم دائما في التوفيق والنجاح والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. Ya, terima kasih, jazakumullahu khairan. Insya Allah dilanjut besok pagi, karena nanti malam beliau akan pijet katanya. Tapi mohon maaf tadi beliau